حبايب الدويني، ازيكم عاملين ايه؟ سمي الله وصلي على النبي وتعالى نبدا مع بعض مراجعتنا. جايين نقول ايه النهارده يا مستر حبيب قلبي؟ بعد ما ربنا اكرمنا الحمد لله وخلصنا منهجنا وكمان رجعنا على 3 اجزاء، او يا مستر رجعنا على 3 محاضرات في السنتر الحمد لله. ربنا اكرمنا واشتغلنا مراجعه الجبر ثم حساب المثلثات ثم الهندسه، وكمان نزلت لك 3 فيديوهات، فيديو كل فرع شرح تفصيلي بدايه من اول نقطه في المنهج لاخر نقطه في المنهج يا مستر على كل فرع. لو حد حتى مستر ما فتحش كتاب عايز يخش يبدا معانا المنهج يشوفه من اوله لاخره، يكون الدنيا كلها متقفله معاه، ده موجود على اليوتيوب وتقدر تشتغل عليه عادي مفيش مشكله والحمد لله. طب يا مستر انت طالع في الفيديو ده تقول لي ايه؟ حبيب قلبي بكل هدوء انا جاي النهارده اكد لك كام تريكايه وكام حركه صعبه من اللي احنا بنشتغل عليهم، او افكرك باهم النقطه اللي عايزك تكون فاكرها. يعني انت لو خلاص طالب الحمد لله ربنا كرمك ومذاكر منهجك مش محتاج ترجع لحاجه، فانت بس يا دوب هتبص معايا على كام نقطه اللي انا عايز احلهم النهارده وتخش تحل الحاجات اللي قايل لك تحلها وكده الحمد لله. طب يا مستر نظام المذاكره ايه؟ حبيب قلبي هتذاكر البوسترات اللي انا مديها لك، مديك ورقه زيتونه لكل فرع، ورقه وش وظهر يا مستر، ورقه اس 3 يعني يعتبر 4 ورقات فيها اي تركه ممكن تكون موجوده في المنهج، اي تفصيله ما بين السطور بنقولها، كل القوانين وكل الحاجات اللي ممكن تحتاجها لكل فرع. كل فرع مع الورقه بتاعته تذاكرها وبعد كده تخش تدرس وتهرس وتفرتك كل الاسئله اللي احنا قايلينها يا مستر على كل، جمع لك من 100 ل 150 سؤال على كل فرع، تذاكر الاسئله دي ومالكش دعوه باي حاجه تانية. حبيب قلبي سمي الله وصلي على النبي وتعالى افكرك بالكام حاجه اللي عايز افكرك بيهم. مستر اول حاجه والسؤال المتكرر في المقال دايما يا مستر سؤال المتباينه، لما يجي يقول لي اوجد حل المتباينه بيانيا يا مستر. طب يا مستر بكل هدوء انا عايز اجيب حل متباينه، طبعا حل متباينه في متغير واحد ما بيجيش كتير او امرها بسيط واشتغلنا عليها كانت سهله موت، بس يا مستر معلش هنرجع نعيد على تاني المتباينه في متغير واحد عشان هي مطلوبه. طب يا مستر وبعدين هنركز قوي 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 على الجزء المتوقع وهو المتباينه اللي فيها كم متغير يا مستر؟ متغيرين. لما يجي يطلب مني حلها بيانيا يا مستر، طب لما يجي يطلب حل متباينه بيانيا يا مستر اعمل ايه حبيب قلبي بكل هدوء؟ لو المتباينه في متغير واحد يا مستر هروح اجيب قيمه السين وابقى انا كده حليت وهرسم وهقول لك ترسم ازاي. طب يا مستر فاكر لو كان فيها متغيرين كنت بقول لك ولا اول ما تلمح ان المتباينه فيها متغيرين جاي اروح اعمل جدول في س وصاد. طب سمي الله يا مستر كده بكل هدوء، مستر دي متباينه في متغير واحد. طب يا مستر ما احنا متفقين ان هي متباينه في متغير واحد ليها 3 حالات، واحد تكون متباينه فيها س فقط في طرف لوحدها على طول، دي متباينه وحيده. طب ده مستر متباينه فيها اكتر من علامه اكبر وايه واصغر، دي ارخم شويه. طب يا مستر ما دي في منها حالتين، الحاله الاولى ان يكون الرقم اللي جوه اكبر من الرقمين اللي بره، مجموع السين اللي جوه اكبر من مجموعين السين اللي بره، او مجموع السين اللي جوه بيساوي مجموع السينات اللي بره. دي هشتغلها بطريقه ودي هشتغلها بطريقه مستر وهنرجع له. طب تعالى على اول واحده البسيطه الغلبانه الضعيفه ده يا مستر كنت بعمل فيها ايه؟ كنت بقول لك حبيب قلبي بكل هدوء بحاول اجيب السين في طرف لوحدها، يعني 2 س اصغر من او يساوي 7 واودي ال3 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، بقى 2 س اصغر من او يساوي مستر ال4، عايز اجيب السين طلع اصغر من او يساوي ال2. طب يا مستر بكل هدوء حبيبي قلبي يلا نروح نشتغل. هروح ارسم خط اعداد ودي الطريقه الاولى من الرسم، هقول من سالب ما لا نهايه دي ما لا نهايه يا مستر. طب قال لك السين اصغر من الاتنين، ادي الاتنين يا مستر هاجي عند الاتنين واقفل حبيب قلبي. واتفقنا يا مستر من الاشارات ان كانت اشاره اكبر معناها يمين، اشاره يا مستر اصغر معناها شمال. طب الكلام ده ما فيهوش اي مشاكل. قال لك السين اصغر منها ويساوي الاتنين يا مستر بكل هدوء انا هجيب يا مستر اللي قبل الاتنين واظلل ليه؟ ما هو قال يا مستر سين اصغر يعني شمال، جيت عند الاتنين وقفلت. ليه مقفوله؟ عشان في يساوي، ما كانش في يساوي كنت هسيبها مفتوحه. طب يا مستر انا كده اجابت منين؟ اجابت الجزء المظلل اللي هو من سالب ما لا نهايه لحد الاتنين. طب عند الاتنين مقفول ودايما الما لا نهايه والسالب ما لا نهايه مفتوحه. طب يا مستر لو انا عايز ارسمها بيانيا، عايز ارسمها على محاور فيها س وص زي ما هو بيطلب مني، هعمل ايه؟ ادي يا مستر المحاور بتاعتي، ادي محور س وادي محور ص. طب يا مستر بكل هدوء انا عايز امثل السين اصغر من او تساوي الاتنين، هقول لك يا عم ما هي مترقمه قدامك 1 2 3 4 الى ما لا نهايه، تعالى عند الاتنين واعمل خط مستقيم اكبر ولا اصغر؟ اصغر يا مستر يبقى تلون لي كل اللي قبله. بس خلي بالك يا معلم لو في يساوي بعمله خط متصل شبه كده، يعني طول ما هو في يساوي الخط يبقى عامل كده، لو اكبر من او اصغر من غير يساوي يبقى اسمه خط متقطع بهذا الشكل يا مستر.
الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا. طب تعالى يا مستر نخش على النوع اللي بعده، اللي هو مستر بالنسبه لي يعتبر اكثر من متباينه. اول حاجه بفكر فيها عشان اعرف اشتغل هذه المساله يا مستر، اشوف مجموع السينات اللي جوه كام، 3 س، واروح شايف مجموع السينات اللي بره كام، س وس، 2 س. كده يا مستر ادام اللي جوه اكبر من اللي بره يبقى انا هحلها على متباينه واحده وليس متباينتين، يعني انا هتعامل معاها كانها مقدار واحد مش هقسمها لاتنين. طب يلا بينا يا مستر، اعمل ده ازاي؟ هدخل السين الناحيه التانيه بعكس الاشاره، يبقى لي الاربعه بتساوي 3 س ناقص السين اللي انت لسه مدخلها، والسين اللي انت هتدخلها من هنا، ما انا يا مستر بدخل الناحيه التانيه بعكس الاشاره من الطرف اليمين او الطرف الشمال، زائد 2 اصغر من او يساوي كام؟ 8. لقيت الاربعه يا مستر بيقول لي اصغر من او تساوي 3 منه ناقص 1 منه يديك 2 منه، ناقص 1 منه يديك منه شخصيه. طب ما انت اصبح معاك س زائد 2 يا مستر بتساوي س زائد 2 اكبر من الاربعه واصغر من 8. باشا قلت لك عايز السين في طرف لوحدها، ودي الاتنين الناحيه التانيه بعكس الاشاره، ودي الاتنين الناحيه التانيه بقى 2 اصغر من او يساوي السين 6. طب يا مستر عايز ارسم وعايز احل اعمل ايه؟ اتفقنا نيجي عند الاتنين. يلا يا مستر، هو انا مش شغال من 2 لحد 6؟ اقول لك اه. تقول لي والاتنين مقفولين؟ اقول لك اه. تقول لي يبقى الحل اللي بينهم يا مستر. طب ده كلام جميل. طب لو عايز ارسمها يا مستر بيانيا اعمل ايه؟ يلا يا معلم، ادي محور الصادات وادي محور السينات. هتعمل ايه؟ هتروح عند س ب2 يلا، وعندك يا مستر الصاد ب6 مستار، اظلل ايه؟ بظلل اللي بينهم. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا. طب ركز معايا كده يا مستر على اللي بعده، بقول لك س زائد 4 اصغر من 2 س زائد 2 اصغر من س زائد 8. دي هي يا مستر، بس اللي فرق ايه؟ بص هنا مجموع السينات جوه 2 س ومجموع السينات بره 2 س. اذا ما اقدرش اساعد يا مستر، ما اقدرش احلها في متباينه واحده، اروح اقسمها على متباينتين. هقول اذا س زائد 4 اصغر من 2 س زائد 2، وهقول 2 س زائد 2 اصغر من او يساوي س زائد 8. اودي يا مستر السين الناحيه التانيه بعكس الاشاره، بقى بالنسبه لي يا مستر 4، واودي الاتنين طبعا بعكس الاشاره، بقى 4 ناقص 2 اصغر من او يساوي 2 س ناقص س. 4 ناقص 2 2 منه ناقص 1 منه يديني 1 منه. طب يلا يا مستر كده اشتغل معايا. مش لما اقول لك الاتنين اصغر من السين هي لما اقول لك السين اكبر من الاتنين تقول لي اشمعنى يا مستر؟ قلت لك عشان احنا ما بنشتغلش غير والسين على اليمين، عشان نور اكبر يمين اصغر شمال ده ينطبق على ان السين هي اللي اكبر. طيب او اقصد السين هي اللي ناحيه اليمين. طب تعالى يا مستر من هنا هات لي السين، اودي السين الناحيه التانيه بعكس الاشاره، اودي الاتنين الناحيه التانيه بعكس الاشاره، اصبح 2 س ناقص س اصغر من او يساوي 8 ناقص 2. 2 منه ناقص 1 منه يديك منه شخصيا يا مستر. 8 ناقص 2 6. الله، طب ما طلع نفس الحل من 2 لكام يا مستر؟ من 2 ل6. طيب بجيبها ازاي؟ سمي الله. لازم تيجي عند الاتنين وترسم، تروح عامل خط اعداد، اكبر يمين اصغر شمال. طب يا مستر ال6، هاجي عند ال6 يا مستر، انا اسف احنا كنا قايلين يا مستر على السين اكبر من الاتنين، اكبر يعني يمين، وطالع عند ال6 كنا قايلين اصغر اهو، اصغر يعني شمال. فين يا مستر اللي حضر يا مستر؟ الجزء المشترك من 2 ل6. حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه يا مستر. طب سمي الله وتعالى نخش مع بعض يا مستر على المتباين اللي فيها متغيرين. المتباين اللي فيها متغيرين يا مستر بكل هدوء، ولا اول ما المح متباينه فيها متغيرين اروح ارسم جدول اهو. اعمل جدول والسين وصاد مستر 0 0 دايما ارزع 0 و 0. يلا يا مستر هشيل السين واحط مكانها 0، بقى 3 صاد بيساوي 6، يعني الصاد بتساوي 2. عرفت منين يا مستر؟ ما لما السين بتساوي 0 اصبح معايا 3 صاد اصغر من او يساوي 6. اذا الصاد اصغر من او تساوي كام؟ 2، يعني بتساوي كام؟ 2. هلعب نفس اللعبه مع الصاد يا مستر، اشيل الصاد واحط 0، بقى لي 2 س بيساوي 6، طلعت السين ب3. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا. هروح اعمل المحاور يا مستر اهو، وهرقم بقى 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 وهكذا. مستر اول نقطة اسمها 0 و2، يعني س 0 صاد 2.
بعد كده س 3 ص صفر. يلا بينا توصل. انت كده رسمت الخط المستقيم. فاضل لك حاجه يا مستر، مش حل المتباينه ده يعني هظلل فين بالظبط؟ سمي الله بقى هنا عشان ليها لعبه تانية خالص. دايما باجي اعوض يا مستر عند نقطه اسمها صفر وصفر. همسك النقطه اللي اسمها صفر وصفر دي واحقق بيها في المتباينه يا مستر، اعوض بيها في الايه؟ في المتباينه. لو حققت يبقى هلون على الجزء اللي يمر بنقطه الاصل. طب ما تيجي تعوض يا مستر، هشيل السين واحط صفر، وهشيل الصاد واحط صفر. كل ده اصغر من او يساوي الستة؟ طبعا الصفر اصغر من الستة، يبقى اتحقق. ادام تحقق يا مستر بظلل الجزء اللي النقطة دي اللي انا عوضت بيها نقطة الاصل فيه. الكلام ده فيه حاجة صعبة ولا اي حاجة صعبة يا مستر؟ تعالى نكمل شغل مع بعض. ايه ده يا مستر؟ ده هي نفس المسألة، يعني هعمل نفس الجدول. حد يقول لي ايه الاختلاف؟ مستر مفيش اي اختلاف، كل الاختلاف المعلومة دي. عارف دي معناها ايه يا مستر؟ السين اكبر من الصفر والصاد اصغر من الصفر. ده معناه ان انا هحل عادي نفس اللي انت حليته، واروح اجيب هنا يا مستر عند الاتنين وايه؟ عند الصفر واتنين. وهنا مستر ما شاء الله جبتها مستر عند التلاتة والصفر، والدنيا جميلة معايا. اقول لك حبيب قلبي كلام جميل. الراجل ده قالك انا عايز حل متباين، تقول لي بس عوضت بالصفر وصفر حققت، اجري اظل كل ده؟ اقول لك ولا ده قالك س اكبر من الصفر وص اكبر من الصفر، يعني عايز الربع الاول بس، يعني هو ده اللي انا عايزه. الكلام ده في حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه؟ ركز قوي معايا بقى يا مستر عشان اللي جايه دي هي اهمهم. سمي الله يا مستر. ايه ده حبيب قلبي؟ دول متباينتين. اروح يا مستر احل الاولى، لوحدها واحل التانية لوحدها. انا اول ما بلمح يا مستر متباينة فيها متغيرين بعمل جدول س وصاد صفر وصفر. شيل السين صفر وحط الصاد تطلع بتلاتة. شيل الصاد بصفر بقى 3 س بتساوي 12، هتلاقيها طالعة باربعة. طب يا مستر ايه ده واحدة كمان اهي. اعمل ايه؟ متباينة كمان، اعمل جدول س وصاد صفر وصفر. طب ما يلا بينا يا مستر، لما اشيل السين واحط صفر بقى 3 صاد بيساوي 12 يعني باربعة. نفس اللعبة يا مستر اللي هي طالعة معايا بستة. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ بس تعالى نرسم. مستر خلي بالك ده قالك السين اكبر من الصفر والصاد اصغر من الصفر، يعني انا اوقع في الربع الاول فقط. طب يلا بينا يا مستر. اول مستقيم تعالى نرسمه بالاحمر. قالك السين بصفر والصاد بتلاتة. طب يلا اللي بعده يا مستر. النقطة اللي بعديها السين 4 وصاد صفر. طب يا مستر ده كلام جميل، روح وصل لي ما بين النقطتين دول. طب يا مستر والله بكل هدوء انا رحت رسمت الايه؟ المستقيم الاول. تعال نرسم المستقيم التاني. المستقيم التاني يا مستر صفر س 4 صاد. طب يا شباب انا كده لما اقعد عن الصاد بصفر هلاقي السين طالعه معايا بكام؟ هلاقي السين طالعه معايا مستر هنا ب3. بس عشان احنا بس ايه عوضنا حاجه غلط هنا. طب يا مستر بعد اذن حضرتك انا عايز اجيب النقطه الاولى اسمها صفر 4. طب النقطه التانيه هتطلع بكام؟ النقطه التانيه هتطلع ب3 وصفر اهي. طب يلا يا مستر وصل لي المستقيمين ببعض اهو. ده المستقيم الاول وده المستقيم التاني. طب يا مستر انا عايز احل، عايز اعرف هظلل انهي جزء. ما احنا اتفقنا ان التظليل ليه دعوه بالتعويض وتحقق ولا ما تحققش. هروح اجيب النقطه اللي اسمها صفر وصفر في حياتي دي يا مستر، واروح اعوض بيها في المتباينه الاولى اللي مديهاني. لو تحقق هقول تمام. تعال نجرب. 3 في صفر بصفر زائد 4 في صفر بصفر اصغر من ال 12 يبقى اتحقق. عوض هنا 4 في صفر اللي هي بصفر زائد 3 في صفر اللي هي بصفر بيساوي 12 اصغر من ال 12. يا مستر يبقى انت دي كمان ايه؟ حققت. ادام دي حققت ودي حققت، ركز بقى معايا والنبي يا مستر. انا عندي كام منطقه في هذه الرسمه؟ 3 مناطق. المنطقه اللي جوه دي اللي انا ظللتها عشان ده الحل. انا يا مستر لما بيكونوا الاتنين بيحققوا باخد المساحه اسفل تقاطع المستقيمين. يعني انا تقاطع مستقيمين اهو، فين اللي تحتهم؟ اهو مستر. طب لو طلعوا الاتنين ما بيحققوش اعمل ايه؟ هظلل الجزء اللي بره اللي براهم. طب يا مستر لو طلعت واحده بتحقق واحده ما بتحققش وده ما بيجيش، تلون اللي في النص يا مستر تاني. يبقى لو الاتنين يحققوا تاخد يا مستر اللي تحت، بس تاخد اللي تحت اللي يمر بنقطه الايه؟ الاصل. طب يا مستر معلش انت ليه وقفت هنا ما كملتش لتحت؟ لان قال لك س موجب وصاد موجب. الكلام ده في حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه؟ خلي بالك من دي. سمي الله
وتعالى نبص على كام سؤال الاسئله اللي احنا محضرينها لك. احنا اتفقنا بس احنا بنتك على كام حاجه ثم اخش عليك بالاسئله اللي انا محضرها لك، كام فكره على كام حاجه محتاجين ناكد لك عليهم وانت عارفهم وحلهم مع بعض مليون مره، والدنيا مش صعبه ولا اي حاجه، بس بناكد لك عليهم تاني عشان بعد ما تخلص لو عايز تبص على فيديو حل سريع ده يفيدك يا مستر. بتسمي الله كده حبيب قلبي وتعالى نحل السؤال ده من محافظه القليوبيه يا مستر بتاع السنه دي. اوجد مجموعه حل متباينه الاتيه يا مستر بيانيا. قال لك 3 س زائد 4 ص يا مستر. قال لك 3 س زائد 4 ص اصغر من ال 12. 3 س زائد 4 ص اصغر من ايه؟ اصغر من ال 12 يا مستر. طب انا احل ازاي في هذه الظروف يا مستر؟ قلنا بس مستر دي فيها س وصاد اعمل جدول. بكل هدوء يا مستر رحت عملت جدول س وصاد. اقول 0 0. اشيل من هنا يا مستر بعد اذنك احط س 0 يبقى لي 4 ص اصغر من او يساوي ال 12، يعني الس اصغر من او يساوي ال 3، يعني احط عند الصاد 3. حط يا مستر الصاد ب0 عشان تجيب السين طلع معاك ب4. روح ارسم يا مستر بعد اذنك. هتيجي تقول 0 و3 س 0 ص 3 اهي. بعد كده يا مستر س 4 ص 0 اهي، واوصل الاتنين ببعض. مستر الون ايه؟ فين الجزء المظلل يا مستر؟ هو قال لك يا باشا بتروح تجيب السين اللي هي 0 و0 تعوض عن السين ب0 والصاد ب0. انا بعوض عن النقطه اللي اسمها 0 و0. بقى 0 زائد 0 اصغر من ال 12. ايه ده يا مستر ده حققت؟ يبقى بلون الجزء اللي يمر بنقطه الاصل. شكرا ده الحل بتاعي. اعيد تمام. طب تعالى يا مستر ناخد واحده كمان عن متباينه. ايه يا مستر ده؟ هتجيبها لي في امتحان ايه؟ حبيب قلبي دي موجوده معاك في امتحان محافظه القاهره. بص يا مستر على هذا السؤال كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك حل نظام المتباينات التاليه. ايه ده يا مستر؟ ده قال لي س اكبر من او يساوي الصفر وس اصغر وصاد اكبر من او يساوي الصفر. ده معناه ايه ده يا مستر؟ ده معناه ان انا اوقع في الربع الاول، يعني لما اظلل اخري تظليل في الربع الاول. اقول لك ماشي. ايه ده يا مستر؟ تقول لي بس اروح اعمل جدول. يلا يا مستر لما السين ب0 الصاد بكام؟ تقول لي الصاد ب2. لما الصاد ب0 السين بتساوي 6. طب تعالى هنا اشيل السين واحط 0 يطلع الصاد ب4 يا مستر. طب اشيل الصاد واحط 0 يطلع برضه السين ب4. يلا نرسم يا مستر. اول حاجه س 0 صاد 2، وبعد كده س 6 صاد 0 يا مستر، وده اسمه لام 1. بعد كده نجيب لام 2 س 0 صاد 4 يا مستر. بعد كده يا مستر س 4 صاد 0. يلا نوصل لام 2. ماشي يا مستر. يلا بقى هعوض بنقطة الأصل زي ما أنت عودتني، مرة هنا ومرة هنا. هلاقي دي بتحقق ودي بتحقق. أدام الاتنين بيحققوا يا مستر باخد أنهي جزء؟ باخد اللي تحت المستقيمين بس ما يعديش الربع الأول وأصلله. الكلام ده فيه حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة يا مستر. تعالى ناخد مع بعض كام سؤال في الجبر يا مستر يظبطولي الدنيا. سمي الله معلم. بص يا حبيب قلبي تعالى ناخد مع بعض كده يا مستر كام سؤال على الجبر. نعدي على الجبر كده يا مستر. احنا كنا بادئين بحاجات عبيطه، بقول لك المصفوفه دي على النظم كام في كام ومش عارف ايه. ايه يا مستر ده؟ انا معايا الف ومعايا جيم وعايز اجيب حاجه اسمها عايز اجيب حاجه اسمها مستر الف 2 1 زي جيم 1 2. بعرفها ازاي؟ يا الف 2 1 دي اصلا يا مستر ده انا بقول لك حبيب قلبي عايز العنصر اللي في المصفوفه اللي اسمها الف اللي في الصف الثاني العمود الاول اللي اسمه -2. وبقول لك عايز جيم 1 2. جيم 1 2 دي في المصفوفه اللي اسمها جيم الصف الاول العمود الثاني اللي هو اسمه 8. الكلام ده فيه مشاكل؟ احنا غلطنا غلطه يا مستر معلش. جيم 1 2 يا مستر بقول لك اللي في الصف الثاني اللي في الصف الاول العمود الثاني، يعني بكام؟ يعني ب9 يا مستر. -2 زائد 9 شوف طالعه معاك بكام. الكلام ده فيه حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه يا مستر. تاني يا مستر لو كان عايز الف 2 1 اقول في المصفوفه الف الصف الثاني العمود الاول اللي هي -2. كان عايز جيم 1 2 يا مستر يعني الصف الاول العمود الثاني. حقك عليا يا حبيب قلبي يتقاطع في ال7. يعني يا مستر هنا الاجابه كام؟ هنا الاجابه دي 7 يا مستر. طب بكل هدوء -2 زائد 7
طالعه معايا ب5. تاني يا مستر انا بعمل ايه؟ حبيب قلبي بص، انا جيت قلت لك ايه؟ قلت لك يا مستر الف 2 1 الصف التاني العمود الاول بسالب 2. هي جيت قلت لك ج 1 2 الصف الاول العمود التاني، الصف الاول العمود التاني تقاطعوا في الايه؟ في ال7. الكلام ده في حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه؟ خلينا نشوف اللي بعده. مستر انا لو عندي ب مصفوفة على النصب 3 في 1 اذا ب مد بكام؟ 1 في 3. الله ينور عليك، بعكس. طب يا مستر تعالى نشتغل عشان خاطر حبيب قلبي اوعى تيجي. اذا كان الف مصفوفة على النصب 3 في 2 فان المصفوفة 2 الف. يا مستر خلي بالك لما بضرب او اقسم في مصفوفة ما بيتغيرش النظم. انا مستر لو معايا الف على النظم 2 في 2 قلت 3 5 1 4 ورحت قلت لك هات لي 2 الف، يعني 2 في الايه؟ في المصفوفة. بقى 2 في 3 في 5 في 1 ب4. 2 في 3 ب6. 2 في 3 ب6. 2 في 5 ب10. 2 في 1 ب2. 2 في 4 ب8. يا مستر ايه ده؟ هي غيرت شكل المصفوفة بس لسه على نفس النظم، على النظم 2 في 2. طبعا مستر بكل سهولة الحاجات دي مفيهاش اي مشكلة. بص هذا السؤال يا مستر بقول لك انا معايا الف يا مستر مصفوفة قطرية. مصفوفة ايه؟ ولا يعني ايه مصفوفة قطرية يا مستر؟ تقول لي مصفوفة قطرية دي يعني مصفوفة كلها اصفار ما عدا القطر الرئيسي اي ارقام في الدنيا، مش وحايد اي ارقام تانية. يلا يا مستر يعني اقول الف ب ج والباقي كله اصفار. طب يلا يا مستر انا طالب منك ايه؟ بقول لك حبيب قلبي انا عندي الف 2 1 بيساوي س زائد 4. طب ما اروح اجيب الف 2 1 دي، ما المصفوفة كلها قدامي. 2 1 الصف التاني العمود الاول ده طلع بكام؟ بصفر. الف 2 1 هقول بصفر بيساوي س زائد 4. مستر عايز اجيب السين اودي ال4 الناحية التانية بعكس الاشارة. الكلام ده في حاجة صعبة ولا اي حاجة صعبة يا مستر؟ طب تعالى نبص مع بعض على اللي بعده. بص هذا السؤال يا مستر عشان كتير منكم بيبعتوا مش عارف ليه ما انه عبيط. بيقول لك يا مستر في المصفوفه دي اذا كان مجموع عناصر القطر الرئيسي بيساوي ضعف الغير رئيسي. يعني ايه يا مستر؟ اجمع لي كده يا مستر عناصر القطر الرئيسي ب4 س زائد 6 بيساوي ضعف يعني 2 القطر الغير رئيسي اللي هو 1 زائد س زائد 2 يا مستر. طب ما 4 منه و6 منه يدينا 10 منه يا مستر. بعد كده الاتنين فيه السين تنزل زي ما هي 1 و2 كام يا مستر؟ 3. بقى س زائد 10 بتساوي 2 في س ب2 س. 2 في 3 بكام؟ ب6. هدخل دول الناحية التانية بعكس الإشارة يا مستر. إذا هودي ده هنا بالسالب وهودي ده هنا بالسالب. إذا يا مستر 2 س ناقص س بتساوي 10 ناقص 6. 2 س ناقص س بس 10 ناقص 6 بكام؟ ب4. الكلام ده فيه مشاكل ولا أي مشاكل في الدنيا يا مستر؟ خلينا نشوف إيه حاجة كمان. مستر اوعى تنسى المصفوفة متماثلة والشبه متماثلة. بيقولك إذا كانت ألف مصفوفة متماثلة رمز المتماثلة يا مستر إن ألف بتساوي ألف مد. طب رمز الشبه متماثلة يا مستر إن الألف بتساوي سالب ألف مد. طب يلا بينا، ما هو ألف بتساوي ألف مد يا مستر، يعني أعمل إيه؟ مش قالك متماثلة؟ روح هات ألف مد وساويها بالألف. ما هو قالك ألف بتساوي ألف مد على سالب 2 و3. طب يلا بينا يا مستر. قالك المصفوفة دي شبه متماثلة يعني لو مسكتها دورتها تبقى زي صاحبتها أو نفسها بالظبط. يلا يا مستر الصف الأول هخليه العمود الأول، الصف التاني بقى العمود التاني. الأول بيساوي الأول يا مستر، أو 2 س ناقص 4 بتساوي سالب 2. بقى 2 س ناقص 4 بيساوي سالب 2 يا مستر. إذا 2 س بتساوي سالب 2 زائد 4، يعني 2 س بتساوي موجب 2 مش فارقة. يلا يا مستر عايز أجيب السين المضروب بيروح مقسوم 2 على 2. يلا يا مستر أقول السين بتساوي 2 على 2 اللي هي فيها كام؟ فيها 1. الكلام ده فيه مشاكل ولا أي مشاكل في الدنيا؟ تعالى نشوف اللي بعده. بص يا مستر هذا السؤال مهم جدا 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 جدا. بيقولك إذا كانت ألف مصفوفة صف يا مستر ده مصفوفة من صف واحد. يعني كل عناصرها إيه؟ في الصف الأول. فلما أجي أقولك عندي عنصر
بيساوي 5. تفتكر هو في الصف الكام؟ انت عارف ان هو عايز صف يا عم، ما احنا بنكتب الصفوف الاول وبعدين الاعمده. لما حضرتك هنا تقول لي عايز تسالني على السين، ده معناه تسالني على عدد الصفوف. هو مصفوفه صف يبقى فيها كام صف؟ صف وحيد يا مستر. طيب معايا على اللي بعده. مستر بكل هدوء معايا الالف ومعايا الب، عايز اجمعهم على بعض. ما تجمع يا عم كل عنصر مع نظيره. بص يا مستر، هذا السؤال احنا بنقوله ليه؟ مش عشان صعب، عشان انا مستر عايز اجيب البي. طب بكل هدوء حبيب قلبي، ما انت عارف ان الاي دي ممكن تكون على النظم 2 في 2 3 في 3 4 في 4 الى ما لا نهايه. امتى يا مستر بعرف هي على النظم كام؟ لما ابص على المصفوفه المعطاه دي على النظم 2 في 2، يبقى دي كمان على النظم 2 في 2، واكتب مصفوفه الوحده اللي على النظم 2 في 2. طب انا عايز اجيب البي يا مستر، اودي ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. اصبح البي بيساوي 1 0 0 0 1 ناقص 5 1 4 1 يا مستر. اطرح بقى يا معلم. 1 ناقص 5 سالب 4، 0 ناقص 1 سالب 1، 0 ناقص 4 سالب 4، 1 ناقص 1 بكام؟ بصفر. طلع معاك ب. الكلام ده فيه مشاكل ولا أي مشاكل في الدنيا؟ طب تعالى يا مستر، نفس الفكرة طبعا حبيب قلبي. هتروح تجيب الاتنين س في طرف لوحدها والمضروب يروح مقسوم. طيب مستر بقول لك لأي مصفوفة في الدنيا ألف زائد سالب ألف بكام يا مستر؟ حبيب قلبي هو أنا ألف زائد سالب ألف، هو مستر مش ممكن في سالب بسالب؟ أقول لك أه. تقول لي ألف ناقص ألف بكام؟ أقول لك بصفر. تقول لي لأ، مصفوفة صفرية. خلي بالك في فرق لما أقول صفر قيمة وأقول مصفوفة صفرية. أنا شغال مصفوفات فاختار المصفوفة الصفرية. طيب مستر بص السؤال ده يخدعك، بيقول لك إذا كان ألف مصفوفة على النظم 2 في 3 وب هي المعكوس الجمعي. انت عارف ياض يعني ايه المعكوس الجمعي؟ يعني تضرب في سالب واحد. ما بضرب في سالب واحد ده يعني رقم يا مستر. يعني ايه؟ واتفقنا ان الضرب او الاسم على ارقام ما بيتغيرش النظم، فتفضل كام؟ 2 على 3. مستر بقول لك عندي الف زائد الف مد بيساوي صفر. تفتكر دي نوع المصفوفه ايه؟ اتفقنا اني هودي الف مد الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى عندي الف بتساوي سالب الف مد، تبقى مصفوفه شبه متماثله. هنا العب نفس اللعبه بقى مستر، بس هنا هزر معايا. هو قال لي انها شبه متماثله، اروح انا حاطط الايه؟ المعلومه الف بتساوي سالب الف مد. يعني انا ممكن اشيل كل الف واحط مكانها سالب الف مد. راح ضحك عليا، سالب منه وجاب منه اداك مفيش منه، يعني اداك المصفوفه الصفريه. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ مستر ما تنساش الضرب. ها مستر انا كان شرط الضرب بالنسبه لي ايه؟ خلي بالك انا كان عندي شرط الجمع وشرط الضرب. شرط الجمع والطرح والتساوي ان اللي يكون مصفوفتين على نفس النظم. شرط الضرب يا مستر ان يكون بعد اذن حضرتك لازم تكون مركز ان انا بضرب مصفوفتين في بعض. المصفوفه الاولى يا مستر لازم يكون عدد اعمدتها بتساوي عدد صفوف المصفوفه الثانيه. لازم الرقمين اللي في النص يساووا بعض يا مستر. طب يلا بينا. بص السؤال ده يا مستر بقول لك ألف مصفوفة على النظم 2 في 3 وألف ب مصفوفة على النظم 2 في 1، فإن ب على النظم كام في كام؟ تاني هي ألف على النظم 2 في 3 اتضربت في مصفوفة ب أنا معرفهاش، طلعت بتساوي كام يا مستر؟ طلعت النظم بتاعها اسمه 2 في 1. طب يا مستر فتح كلام، الاتنين دي جاية من الاتنين دي، حلو، والرقمين اللي في النص هنا بيطيروا بعض فأكيد دي 3، فالتلاتة مع التلاتة في مش يبقى لي 2 في 1 يبقى اكيد دي بواحد يا مستر. يبقى نظم الب اللي كان مجهول 3 في 1. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ طيب مستر خلي بالك من هذا السؤال. بص بقول لك يا مستر معايا الف مصفوفه على النظم 1 في 3 ومعايا ب مصفوفه على النظم 3 في 2. انا عايز ب مد الف مد. اقول لك ما تنساش حبيب قلبي ان ب مد الف مد بروح احولها. انا عايز ب مد الف مد، عايز اجيب حاجه لكل مد، اروح مبدل بدل ما هي ب الف اخليها الف ب. طب ما يلا يا مستر، وانا لما اضرب الالف في الب التلاته هتضيع التلاته يبقى لي كام؟ 1 في 2. طب لما اروح ادورها تبقى 2 في 1 يا مستر. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل؟ اللي بعده يا مستر حبيب قلبي ده بقى انت معاك ايه؟ معاك يا مستر الضرب. ازاي بضرب؟ بمسك الصف الاول في العمود الاول والصف الثاني وكل عنصر في نظيره والكلام العبيط ده. خلاص اشتغلنا عليه اكتر من مره، مليون الف مره. يا مستر ده مش دي المعلومه اللي احنا لسه قايلينها؟ لو معايا الف ب
وعلى ب مد ألف مد، ممكن أبدل أقول ألف ب لكل مد. يعني بيساوي إيه؟ أمسك الألف ب ده وأروح أدوره، أخلي كل صف عمود. الكلام ده فيه مشاكل ولا أي مشاكل؟ ماشي. نفس اللعبة بتاعت اللي فاتت. طب بص معايا هنا يا مستر بعد إذنك وركز لي عشان نفتكر بس الضرب من خلال هذا المثال. بيقول لك يا مستر، بيقول لك المصفوفة الأولى ضرب المصفوفة التانية بيساوي 7 و8 و11 و18. أعمل إيه يا مستر؟ أقول لك حبيب قلبي سمي الله والنبي معايا. أنا بعمل إيه؟ أنا بروح أضرب يا مستر. همسك الصف الأول أضربه في العمود الأول، 2 في س ب2 س يا مستر، 3 في 3 ب9. بعد كده انا ماسك يا مستر صف اول في عمود اول، صف اول في عمود تاني، 2 في 7 ب14، و3 في صاد ب3 صاد يا مستر. بعد كده همسك الصف التاني في العمود الاول، 4 في س ب4 س، 5 في 3 ب15. الصف التاني العمود التاني يا مستر 4 في 7 ب28 زائد 5 في صاد ب5 صاد. كل ده بيساوي يا مستر بيساوي 7 8 11 18. طب يلا اقول الاول بيساوي الاول والتاني بيساوي التاني، كل عنصر يساوي نظيره. يعني 2 س زائد 9 مستر بيساوي 7، و14 زائد 3 صاد بتساوي 8. لما اودي ده الناحية التانية بعكس الاشارة اصبح 2 س بتساوي 7 ناقص 9 اللي هي -2. المضروب بيروح مقسوم س بتساوي -1. طب يلا يا مستر وديلي الصاد في طرف لوحدها، يبقى اودي ال14 الناحية التانية بعكس الاشارة، 8 ناقص 14 -6. يعني الصاد طالع معايا مستر ب2. طب ما انا اصلا عايز السين والصاد ولا عايز س زائد صاد؟ عايز س زائد صاد، -1 زائد -2 طالع معايا مستر -3. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل يا مستر؟ بص معايا. سمي الله كده وتعالى نبدا مستر في المحددات. بقول لك ايه مستر، لو عندي محدد اسمه 2 وصفر وصفر وسالب 1 و3 وصفر، محدد يعني يا مستر عن نظم 3 في 3. حضرتك هتروح مشمر ايدك وداخل تغرق في المساله مستر، تقول لي استنى عن نظم 3 في 3، هروح افك هقول موجب سالب موجب، اروح اقول يا مستر موجب محدد سالب محدد موجب محدد، والطريقه اللي احنا عارفين ايه نشتغل بيها. اقول لك استنى حبيب قلبي، كان في معلومه قلتها لك يا مستر، لو انا دلوقتي شغال ولقيت فوق او تحت القطر الرئيسي مثلث صفر يا مستر، يعني بهذا الشكل دي القطر الرئيسي العناصر اللي فيه كلها اصفار او اللي تحتيه كلها اصفار يا مستر، بيبقى الناتج ضرب القطر الرئيسي، يعني 2 في 3 في 5 يا مستر. شوف طالعه معايا بكام؟ هتلاقيها طالعه معاك يا مستر ب30. طب يا مستر خد دي، لو انا عندي يا مستر محدد عن نظم 3 في 3 بس، بص سمي الله كده حبيب قلبي، انا مستر رحت اشتغل لقيت يا مستر في مثلث صفري فعلا زي ما انت قلت، بس المثلث الصفري يا مستر فوق او تحت القطر الغير رئيسي. بص انا عندي حالتين، لو المثلث الصفري يعني القطر الرئيسي فوقيه كله اصفار او تحته اصفار، بضرب عناصر القطر الرئيسي. طب لو مثلث الصفر يا مستر فوق او تحت القطر الغير رئيسي، بضرب عناصر القطر الغير رئيسي بس في سالب، بقول سالب الغير رئيسي يا مستر، يعني سالب 3 في 2 في 5 طالعه معايا بسالب 30. يبقى تاني يا مستر، لو هو فوق او تحت الرئيسي بضرب الرئيسي، فوق او تحت الغير رئيسي بقول سالب ضرب القطر الغير رئيسي. طب يا مستر تعالى نشوف كده مع بعض حاجه كمان. افتكر اهميه هذا السؤال يا مستر، لما احنا اتفقنا ان انا مستر لما عاوز اجيب المحدد يديني الف او يديني محدد الف، يقول لي هات لي محدد 2 الف، محدد الف تربيع، سالب محدد الف في ب. الكلام ده كان تقيل جدا، وقلنا واحده منهم جايه باذنك يا رب، فانا عايزك تركز لي قوي على الجزء ده. تعالى نديك المثال ونفكرك بالقاعده وبعدين نحل السؤال. مستر لو كان عندي محدد الف بيساوي 4، ورحت قلت لك يا مستر ان الف دي مصفوفه عن نظم 2 في 2 مثلا، وقلت لك عايز محدد 3 الف، مستر ادام معامل الالف داخل المحدد كنت بعمل لها قانون، كنت بقول يا مستر المعامل اس النظم في قيمه المحدد. يعني يا مستر بتساوي ايه؟ هو المعامل يا مستر بيساوي 3 اس النظم مش هي عن نظم 2 في 2، يبقى المحدد المحدد عن نظم 2 في 2، اخد النظم 2 يا مستر في قيمه المحدد، يبقى مستر 3 تربيع في قيمة المحدد اللي هي بكام؟ اللي هي ب4 ومديها لي. طب يا مستر مثلا لو كان عندي المحدد بيساوي 6 والمحدد ده عن نظم 3 في 3، وهو عايز منا مستر 3 محدد 3 الف، اعمل ايه؟ اروح اقول يا مستر المعامل اللي هو 3 اس النظم اللي هو 3 في قيمة المحدد اللي هو 6، بقى 3 اس 3 مستر اللي هي 27 في ال6، شوف طالعه معاك بكام. طب يا مستر انا كده افتكرت وفهمت القاعده، تعالى نحل مع بعض هذا السؤال. مديك قيمه
المصفوفه من ديك المصفوفه بتساوي كذا، اروح يا مستر على طول جري اجيب المحدد لان هو بيسالني عن المحددات. اجيب محدد هذه المصفوفه 2 وسالب 2 وسالب 1 و4. طب ما يلا بينا يا مستر، هقول ده في ده ناقص ده في ده، اصبح 2 في 4 ناقص سالب 1 في سالب 2، لان انا كنت بفك المحدد اللي على النصب 2 في 2 ازاي يا مستر؟ كنت بروح من اقصى اليمين واقول ده في ده ناقص ده في ده، هتطلع معايا ب6 يا مستر. طب يلا بينا نحل. بقول لك يا مستر محدد 2 الف، ايه ده؟ دي النظريه يا مستر، اخد المعامل اس النظم. طب ما النظم كام؟ المصفوفه هي على النظم 2 في 2، يعني النظم 2 في قيمه المحدد يا مستر اللي هي كام؟ 6. ايه ده؟ دي 2 في المحدد يا مستر، اعمل القانون ولا الاتنين هنا ثابت دي بره يا مستر، فاروح قايل 2 في قيمه المحدد اللي هي 6. ال6 ضاعت، ال6 2 تربيع على الاتنين ب2 يا مستر. طب خش معايا على اللي بعده. بص يا مستر، هذا السؤال بيقول لك هذا المحدد يساوي هذا المحدد، اعمل ايه يا مستر؟ تروح انت رايح جري تقول لي بس مستر محدد بيساوي محدد، الاثنين على نفس النظم، كل عنصر يساوي نظيره، الاول بيساوي الاول، ولا ده هناك في المصفوفات يا مستر. يعني ايه في المصفوفات؟ الكلام اللي انت بتقوله ده اسمه تساوي مصفوفتين، انما مفيش حاجه اسمها تساوي محددين يا مستر. حبيب قلبي المحدد اول ما بشوفه بشمر ايدي واجري على طول افك المحدد. يلا يا مستر نفك المحدد، هفكه ازاي؟ باجي من اقصى اليمين اقول ده في ده ناقص ده في ده، س في س بس تربيع يا مستر، ناقص 12 في 3 اللي هي ب 36. هنا يا مستر اقول 2 في 5 ناقص 1 في 10 اللي هي طالعه معايا بصفر، بقى س تربيع ناقص 36. اذا الس تربيع بيساوي 36، يعني الس يا مستر بتساوي موجب او سالب 6. الكلام ده فيه مشاكل؟ ولا اي مشاكل في الدنيا. خش معايا على اللي بعده. مستر انت لسه معلمها لي دي مثلث صفري، يبقى اذا بالنسبه لي بدون فك المحدد بيساوي ضرب عناصر القطر الرئيسي يا مستر على طول. 2 في 3 ب6 يا مستر، س في س في س بس تكعيب، وهحط السالب زي ما هو، كل ده بيساوي 48. اذا الس تكعيب يا مستر المضروب بيروح مقسوم، هقول 48 على السالب 6 طلع معايا سالب 8. لما الس تكعيب يا مستر بيساوي سالب 8، اذا يا مستر الس بتساوي سالب 2. شكرا مع السلامه. طب يا مستر تعالى نشوف حاجه كمان. حبيب قلبي بص على هذا السؤال، سؤال محترم وتقيل. بيقول لك ايه يا مستر؟ بيقول لك والله انا عندي ا وب وج ودال بيساوي 5 ودال ناقص ج بيساوي 7، عايز قيمه المحدد ده. يا مستر اي محدد بروح افكه، بقى ا د ناقص ب ج بيساوي 5، وادي معلومه معايا وادي كمان معلومه معايا. طب يلا يا مستر، هو عايز مني قيمه المحدد ده، ما بعرفش اعمل اي حاجه في المحدد غير ان انا افكه. اروح افك المحدد يا مستر، اقول اذا ده في ده بقى 2، بقى د فيه ا زائد 2 ناقص ج في ب زائد 2 يا مستر. طب ما يلا بينا، د في ا بألف د، د في 2 ب2 د يا مستر، سالب ج في ب بقى سالب ب ج، سالب ج في 2 بقى سالب 2 ج يا مستر. طب ما يلا بينا، ا د ناقص ب ج يا مستر، اصبح ا د ناقص ب ج زائد، انا حطيتهم بس جنب بعض يا مستر، حطيت اللي فيه اتنينات جنب بعض واللي ايه الرموز جنب بعض، بقى 2 د ناقص 2 ج. مستر هو مش ا د ناقص ب ج على بعضيها ب5؟ اقول لك تقول لي يبقى دي ب5. تقول لي يا مستر مش دي بتبوظ اتنينات، ما تيجي ناخد الاتنين عامل مشترك يبقى لي د ناقص ج. اصبح عندي 5 زائد 2 في د ناقص ج يا مستر اللي هي بكام؟ اللي هي ب7. 14 يا مستر، 5 زائد 2 في 7 ب 14، 14 زائد 5 طلع معايا 19 يا مستر. في مشاكل؟ ولا اي مشاكل في الدنيا. تعالى يا مستر نشوف اللي بعده. سمي الله كده حبيب قلبي. مستر الكام سؤال اللي احنا اتكلمنا عليهم هم اللي قلنا منهم واحد جاينا مستر، اتفقنا على النظم 2 في 2 محدد ا ب7، لما يطلب التربيع قلنا التربيع على طول بربع ما فيهاش مشكله. الفكره يا مستر هنا محدد ا ب15 وطالب مني 2 محدد 2 ا. الله مستر دي ايه دي يا مستر يا حبيب قلبي؟ النظريه. اروح جايب يا مستر اقول المعامل اس النظم في قيمه المحدد يا مستر، يعني 2 أس 2 ب4 في قيمه المحدد اللي هو 15، ده طالع معاك ب60 يا مستر. طب شوف اللي بعده. بص يا مستر هذا الاحترام وهذا السؤال التقيل، مش تقيل يا مستر، سؤال لازم تكون عارفه. بص حبيب قلبي، انا مديك ا ومديك ب وعايز منك محدد ا ب، عايزك تكون حافظ ان محدد ا ب ينفع تتفك محدد ا ومحدد ب. طب يا مستر انا محدد ب معايا، ما تيجي نجيب محدد ا. يلا يا مستر اقول ده في ده ناقص ده في ده، 1 في 4 ب4 ناقص 2 في 3 ب6 طلع معايا سالب 2 يا مستر. اذا محدد ا ومحدد ب بتساوي سالب 2 في 12 يا مستر، طلع معايا سالب 24.
محدد أ بسالب 2، محدد ب ب12 بسالب 24. طب كمل معاه مستر هنا وتعالى بص على هذا السؤال المحترم جدا 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 جدا. مستر معامل جوه تبقى النظريه، هقول التلاته المعامل اس النظم اللي هو 3، ف3 اس 3 فيها مستر. يلا بينا في محدد اللي اتبقى اللي هو محدد أ ب. طب ما مستر ما محدد أ ب كمان ليها قانون يتفك محدد أ في محدد ب، بقى 3 اس 3 مستر اللي هي 27 في محدد أ اللي هو ب2 في محدد ب اللي هو -1 طالع معايا -54، والكلام انتهى مستر. طب اللي بعده مستر ركز لي قوي بقى قوي 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 في دي. أ مصفوفة على النظم 2 في 2. بص يا معلم من غير قوانين من غير حاجة مستر، مع ان دي بتتعمل بالنظرية لانه يعتبر معامله -1 او -1 اس 2 في محدد أ، فبقت 1 في 5 اللي هي ب5. هنا نفس الموضوع بس هتبقى اس 3 عشان النظم 3 في 3 في محدد أ، فهتبقى -1 في 5 بسالب 5. بس انا ما بتعبش دماغي يا مستر، اول ما يجيب لي المحدد ويطلب مني محدد السالب او محدد السالب يا مستر ومره 2 في 2 ومره 3 في 3 على هدوء كده. مستر مديني محدد وعايز محدد سالب أ، يعني مديك محدد أ ومحدد سالب أ، مديك الألف وعايز السالب أ، اعمل ايه يا مستر؟ لو النظم زوجي هي لو النظم فردي اقول بالسالب. يعني ايه يا مستر؟ يعني النظم هنا 2 في 2 يعني زوجي، اخد يا مستر الموجب تطلع ب5. لو مستر النظم فردي 3 في 3 اخد السالب. من الاخر كده 2 في 2 هي 3 في 3 عكس الاشاره. عايز تعملها بالقانون اعملها بالقانون وريح دماغك. حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه. طب يا مستر بقول لك اذا كان المصفوفه دي ليس لها معكوس ضربي، ولا احنا اتفقنا ان المصفوفه عشان يكون لها معكوس ضرب يا مستر بعمل ايه؟ عشان المصفوفه يكون لها معكوس ضرب يا مستر لازم يكون محددها ما بيساويش الصفر. فبقول لك دي ملهاش معكوس ضربي، معناها ان ملهاش معكوس ضربي ان محددها بصفر يا مستر. فراح احط المحدد بيساوي صفر واجيب قيمه السين. هقول يا مستر هفك ازاي حبيب قلبي؟ من اقصى اليمين ده في ده ناقص ده في ده، بقى س تربيع ناقص 2 في 8 اللي هي 16 بتساوي صفر، يعني الس تربيع ب16 يعني الس بتساوي موجب او سالب 4. طب يا مستر ده فل قوي الكلام ده. نفس الفكره بقى يقول لك ليس لها معكوس ضربي والكلام والدنيا ايه. لو يا مستر ملهاش يبقى المحدد بالصفر، ليها المحدد لا يساوي صفر. طب احلها ازاي دي لا يساوي؟ بص معايا بقول لك المصفوفه دي ليس لها معكوس ضربي، ملهاش معكوس ضربي معناها مستر ايه؟ مستر ادام المصفوفه لها معكوس ضربي، بقول لك المصفوفه لها معكوس ضربي معناها ان محددها لا يساوي الصفر، بيساوي اي قيمه ثانيه بس ما بيساويش الصفر. طب يلا يا مستر افك ازاي؟ ا في ا بألف تربيع 12 في 3 بسالب 36، ما هو ده في ده ا تربيع ناقص ده في ده يعني ناقص 36، كل ده لا يساوي الصفر. اذا ا تربيع لا يساوي 36 يا مستر، يعني الالف تربيع يعني الالف يا مستر لا تساوي موجب او سالب 6. مستر يعني ايه الالف لا تساوي موجب او سالب 6؟ يعني الالف تنتمي يا مستر للح اي عدد في الدنيا ما عدا يعني فرق السالب 6 والستة. شوف يا مستر يعني واحده معاك. طيب كله كذلك يا مستر والدنيا جميله. تعالى بس نحل لك واحده على المعكوس الضربي. بص يا مستر هذا السؤال، افتكر معايا حبيب قلبي انا ازاي بجيب المعكوس الضربي لاي مصفوفه. اتفقنا ان انا مستر لو معايا مصفوفه اسمها الف اسمها د ج س ص، عايز اجيبها مستر الف اس سالب 1. كنت بقول 1 على محدد الف في مصفوفه. اجيب ازاي المصفوفه ده يا مستر؟ بقول انا بعكس القطر الرئيسي اللي هو ده، يعني دي تبقى ص ودي تبقى يا مستر د، واغير اشارات الغير رئيسي تبقى سالب ج وسالب س. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا. طب تعالى هات لي يا مستر س اس سالب 1 بيساوي ايه؟ هيساوي 1 على محدد س في، يلا يا مستر هبدل القطر الرئيسي بدل ما 1 وسالب 1 هخليها سالب 1 و1 واشارات الغير رئيسي. طب يا مستر انا كده غيرت، فاضل لي اجيب قيمه المحدد. طب ما نجيب قيمه المحدد، وكان اول حاجه اساسا لازم نروح نجيبها في المعكوس الضربي قيمه المحدد يا مستر. ليه؟ لان افرض طلع بصفر يبقى ليس لها معكوس ضربي. يلا 1 في سالب 1 ناقص ا في صفر، ا في سالب 1 بسالب 1 يا مستر، واي حاجه في صفر بصفر فطلع سالب 1. اذا الحل يا مستر 1 على سالب 1 في سالب 1 وسالب ا وصفر وواحد. اضرب يا مستر سالب 1 في سالب 1 بواحد، سالب ا على سالب 1 بألف، اي حاجه في صفر بصفر طلع هنا سالب 1. ايه يا مستر ده طلعت هي يعني المصفوفه دي لما رحت جبت لها المعكوس الضربي طلعت نفسها، يعني طلعت س.
الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا. تعالى يا مستر نشوف كام سؤال على حساب المثلثات اللي عايزين نتك عليه. تعالى يا مستر نبص مع بعض كده على المثلثات. بيقول لك ايه مستر؟ انا هخش احل على المتطابقات المثلثيه. قبل ما تحل على المتطابقات المثلثيه يا مستر كان عندي 5 خطوات لحل اسئله المتطابقات يا مستر. واحد حبيب قلبي كنت بقول لك بص لها يا مستر، وبعد ما تبص لها تحبها. كان عاطف. طب خلاص بصيت لها وحبيتها يا مستر، حبها من قلبك. طب وبعد ما احبها من قلبي يا مستر هتلمح. كان احمد السيد هو المدير ساعتها، كان هو اللي مشغل الدنيا. طب يا مستر لما المح فيها حاجه هتعرف تحلها. مستر انا مش فاهمك الصراحه. سمي الله حبيب قلبي. انا ببص للمساله ما بخافش منها، بحبها، بتقن تماما ان انا هعرف احلها يا مستر. ابص لها جامد هروح لامح فيها حاجه. بلمح ايه يا مستر؟ انت بتلمح حاجتين حبيب قلبي. واحد المساله ضرب واسم ولا المساله جمع وطرح؟ مين؟ والله يا مستر لو المساله ضرب واسم بروح اشتغل على المقلوبات. يعني ايه يا مستر؟ لو لمحت قا اشيلها واحط واحد على جتا. لو لمحت يا مستر قطا اشيلها واحط واحد على جا. لو لمحت الظا جا على جتا. لو لمحت الزتا جت على جا. او لو لمحت الظا واحد على زتا على حسب المساله. ما خدتش في حد. طب ده كلام جميل. طب لو لقيتها جمع وطرح اجري على طول يا مستر على قوانين الدوال المثلثيه اللي هي كانت ايه يا مستر؟ كان اول قانون معانا قانون الكلب، جا تربيع زائد جتا تربيع بيساوي 1. وافتكر يا حبيب قلبي ليه مسمينه قانون الكلب؟ نسبه لان اي كلب حافظه. تخيل انت مش حافظ هذا القانون يا مستر درجتك متدنيه عن الكلب. كان في كنت بقول لك يا مستر مثلا ان جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا بتساوي 1. مستر ده قانون ولا 3 قوانين؟ تقول له مستر سلامة الشوف ده قانون. حبيب قلبي سلامة الشوف انت ده 3 قوانين. ازاي يا مستر؟ يعني معايا جا تربيع زائد جتا تربيع بيساوي 1. لو انت مش فاهم هذا الجزء ارجع لفيديو الشرح يا مستر التفصيلي بتاع هذه الجزئيه. ارجع لفيديو شرح الجبر يا مستر هتلاقي الدنيا دي كلها متوضحه معاك. كنت عايز يا مستر اجيب الجا تربيع اعمل ايه؟ كنت بودي الجتا تربيع الناحيه الثانيه بعكس الاشاره اصبح 1 ناقص جتا تربيع. طب لو عايز الجتا تربيع يا مستر كنت هروح اقول اودي الجا تربيع هي اللي بعكس الاشاره بقى 1 ناقص جتا تربيع. الجا تربيع 1 ناقص جتا تربيع. الجتا تربيع 1 ناقص جتا تربيع يا مستر. عايز ابسط ده يا مستر بصيت لها ثم حبيتها لقيتها ضربه يا مستر اجري على المقلوبات. حبيب قلبي الزا سيتا زي ما هي. طب الزتا سيتا بتتقلب يا مستر بتبقى 1 على الزا سيتا. كل ده على قا سيتا. طب ما الزا ضيعت الزا يا مستر اتبقى لي 1 على قا سيتا. طب ما مستر 1 على قا سيتا يعني عايز مقلوب القا ومقلوب القا الجتا يا مستر. الكلام ده في حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه. طب بص معايا كده مستر على اللي بعده وسمي الله. بكل سهوله مستر 1 على قا تربيع يديني جتا تربيع. اصبح 1 ناقص جتا تربيع يا مستر. 1 ناقص جتا تربيع يديني جا تربيع من قوانين الدوال المثلثيه وهو جمع وطرح يا مستر يعني قوانين الدوال. طب بكل ضوء مستر كده تعالى نحل هذا السؤال مع بعض. سمي الله. 1 زائد زتا لكل تربيع بروح افك يا مستر التربيع. افكه ازاي؟ الاول تربيع والثاني تربيع والاول في الثاني في 2 بقى زائد 2 زتا سيتا يا مستر. طب ما ده كلام جميل. فكيت ده وعندي اصلا باقي المساله ناقص 2 زتا سيتا يا مستر. موجب 2 منه مع سالب منه اداك مفيش منه بصفر. اتبقى لك 1 زائد زتا تربيع. 1 زائد زتا تربيع يا مستر من قوانين الدوال قتا تربيع. لو مش حافظ ارجع يحفظ يا معلم. عاوز اضيف نوت هنا. بكل ضوء هنا يا مستر انا لو راجل معلم وحافظ قوانيني هعرف على طول ان 1 ناقص جا تربيع اللي هي جتا تربيع يا مستر و1 ناقص جتا تربيع اللي هي جا تربيع. طب ما جتا على الجا يا مستر بتساوي زتا بس هنا في تربيع اصبحت زتا تربيع. مستر عايز احل على ده اكتر حبيب قلبي هترجع لفيديو حل درس المطابقات المثلثيه هتلاقينا حالين كتاب المعاصر كله على هذا الدرس يظبط الدنيا معاك اكتر واكتر واكتر. طب مستر تعالى بص هنا تقول لي ما اعرفهاش دي ما خدتش انا جمع 3 دوال. ما حبيب قلبي قلت لك ايه الحل في انك تبص لها وتحبها. بص كده يا مستر جا تربيع زي جا تربيع تقول لي قانون الكلب يا مستر 1 زائد زا تربيع. طب ما 1 زائد زا تربيع يا مستر هتطلع معايا بكام من قوانين الدوال المثلثيه؟ 1 زائد زا تربيع بقا تربيع يا مستر. طب شوف معايا اللي بعده. تعرفي مين تاني في المدرسه مستر بكل هدوء انت تشوف دي يجيلك صدمه مستر. ايه يا مستر كل دي؟ ولا سمي الله وبص لها هتلاقي يا مستر ده انا ضارب الجا في القطا. ايه ده؟ هي مش دي مقلوب دي؟ اي حاجه في مقلوبها بكام يا مستر؟ اي حاجه في مقلوبها ب1. اصبح 1 زائد 2 في 1 يا مستر.
زائد 3 في 1 يا مستر. طلع معايا بكام؟ 1 زائد 2 زائد 3 تطلع معاك ب6 يا مستر. طب خش معايا على اللي بعده. بص يا مستر، هذا السؤال وسمي الله حبيب قلبي جيلك زي كده هتقعد تعيط جنبها. ليه يا مستر؟ تقول يا مستر والله مش عارف حاجه، انا بصيت لها لقيتها اسمه. طب ما هي ما فيهاش مقلوبات، دي كلها جتا وجاه. اعمل ايه يا مستر؟ بكل وضوح حبيب قلبي، انت مش عارف ان الجتا تربيع بتساوي 1 ناقص جتا تربيع. هتروح تفك دي 1 ناقص جتا تربيع على 1 ناقص جتا زائد يا مستر ما جتا تربيع برضو هفكها 1 ناقص جتا تربيع على 1 زائد جا. طب يا مستر ما هو بكل هدوء 1 ناقص جا اعمل فيها ايه؟ رحت يا مستر حللت فرق ما بين مربعين 1 و1 جا وجا، مرة سالب مرة موجب على 1 ناقص جا س زائد نفس اللعبة هحلل يا مستر 1 ناقص جا 1 ناقص جتا 1 زائد جا على 1 زائد جا س. طب يا مستر بكل هدوء 1 ناقص جا س مع 1 ناقص جا س 1 زائد جا س مع 1 زائد جا س اتبقى لي من هنا 1 زائد جا س يا مستر زائد 1 ناقص جا س. طب يا مستر ما موجب منه وسالب منه الدخل مفيش منه، وبقى لي 1 زائد 1 يديني 2. حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة. مستر السؤال ده تقيل، سمي الله. قطة تربيع 25 على 9 أنا عايز زتا تربيع. فكر ومخمخ يا معلم، إيه اللي يربط لي القطة تربيع بالزتا تربيع يا مستر؟ بكل هدوء أنا حافظ إن القطة تربيع يا مستر بتساوي 1 زائد زتا تربيع حبيب قلبي. طب يا مستر ما القطة تربيع ب 25 على 9 هو اللي مديهاني كده في حاجه باينه بتساوي 1 زائد الزتا تربيع اللي انا عايزها. يبقى الزتا تربيع يا مستر بتساوي ايه؟ سمي الله. هودي الواحد الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، اصبح 25 على 9 ناقص كده 1 يا مستر. شوف طالعه معايا بكام؟ هتطلع معايا يا حبيب قلبي ب 16 على 9. الكلام ده في حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه يا مستر؟ كده. طب ما هنا نفس اللعبه يا مستر بس زتا تربيع وقا تربيع. اعمل ايه مستر؟ اللي يجمع القا تربيع بالزتا تربيع تقول لي 1 زائد قا تربيع يا مستر بتساوي زتا تربيع. اقول لك حبيب قلبي ما خلاص كده الزتا تربيع اصلا معاك بكام؟ ب 15 مستر. تاني احنا كتبنا غلط حبيب قلبي. تست مستر احنا عارفين ان 1 زائد زتا تربيع بتساوي قا تربيع. طب يا مستر بكل هدوء 1 زائد الزتا تربيع ما انا عارف انها بكام يا مستر؟ ب 15. يبقى قا تربيع يا مستر بتساوي ايه؟ قا تربيع يا مستر بتساوي 1 زائد 15 ب 16. تاني يا مستر انا عملت ايه؟ زتا تربيع وقا تربيع اللي يجمعهم من قوانين الدوال 1 زائد زتا تربيع بتساوي قا تربيع. طب يا مستر شلت الزتا تربيع وحطيت قيمتها بقى 1 زائد 15 بيساوي قا تربيع، يعني قا تربيع بكام؟ خش معايا يا مستر على اللي بعده. بص يا مستر اخر سؤال هنحل مع بعض على الدوال المثلثيه. بيقول لك جا زائد قا يا مستر ب5 وانا عايز جا تربيع زائد قا تربيع. مستر احلى فلاح في الدنيا، جا زائد قا عايزها تربيع اروح اربع الطرفين تبقى ب25 ولا جا سيتا زائد قا سيتا بتساوي 5. لو انا رحت ربعت الطرفين ده مستر قوس اس 2 افكه يطلع كام حد؟ 3 حدود، مربع الاول ومربع الثاني زائد 2 في الاول في الثاني يا مستر. فبقى جا تربيع زائد جتا تربيع زائد 2 جا سيتا قا سيتا ب 25. انا عايز دي بس يا مستر. اقول لك ننزلها زي ما هي. مستر هو 2 جا قا بتساوي ايه؟ هو مش الجا مقلوب القا واي حاجه في مقلوبها بواحد يا مستر اصبح زائد 2 بيساوي 25. هودي الاثنين الناحيه الثانيه بعكس الاشاره يا مستر، اصبح ان جا تربيع سيتا زائد قا تربيع سيتا بتساوي 25 ناقص 2 اللي هي 23 يا مستر. الكلام ده فيه حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه؟ تعالى مستر ننتقل الى حل الدوال المثلثيه، وده مش هنتكلم فيه كتير حبيب قلبي. اتكلمنا مليون مره ان لما تعوز تحل معادله مثلثيه عايز اجيب السيتا يا مستر اعمل ايه؟ انا بجيب داله مثلثيه في طرف لوحدها جا او جتا او ظا، يبقى 2 جا سيتا يا مستر بتساوي ودي الجذر 3 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. المضروب بيروح مقسوم يا مستر، اصبح ان الجا سيتا بتساوي جذر 3 على 2. عايز اجيب السيتا اروح بالياله اقول شيفت ساين جذر 3 على 2 هتلاقي السيتا يا مستر طالعه معاك بكام؟ هتلاقيها طالعه معاك ب 60 درجه. مستر حقيقيه ام كدابه؟ كدابه وبنت ايه يا مستر؟ بلاش نقول. طب تعالى هنا يا مستر سمي الله كده. انا معايا سيتا ب 60 حقيقيه ام كدابه؟ ما اعرفش، اروح ابص على الاشاره
مستر دي الاشاره موجب. طب يا مستر لو كانت سالب، لما بروح برضه اقول على آلة شيفت ساين باخدها بالموجب، وبعد كده ارجع ابص على الاشارات بعد ما اعرف الكدابه. مستر دي موجبه، هي الجا موجبه في الربع الكام والكام يا مستر؟ الجا موجبه في الربع الاول والثاني. افتكر هي كل داله موجبه فين يا مستر؟ الارباع بتاعتي كنا بنقول لها جمله عشان نعرف كل داله مثلثيه موجبه فين. كان عندنا 4 جمل، كل البدايات جامده ظلم النهايات جتلتني يا مستر. كل البدايات جامده ظلم النهايات جتلتني يا مستر. كل يعني الربع الاول كل الدوال المثلثيه فيه موجبه. جامده يعني جا، الجا والقطا هم اللي موجبين يا مستر. ظلمه يعني ظا، فالظا والظطا هم اللي موجبين. جتلتني يعني جتا، الربع الجتا والقا هم اللي موجبين. طب الزوايا يا مستر في كل ربع اسمها ايه؟ الربع الاول كان اسمه كدابه شخصيا، الربع الثاني اسمه 180 ناقص الكدابه، الثالث 180 زائد الكدابه، الرابع 360 ناقص الكدابه. طب يا مستر انا معايا الجا موجبه، هي كده الجا موجبه في الكام والكام؟ الاول والثاني. يبقى مره هجيب في الربع الاول ومره هجيب في الربع الثاني. طب هو الربع الاول اسمه ايه؟ اسمه الكدابه شخصيا يعني 60 يا مستر. طب الربع الثاني 180 ناقص الكدابه، يعني 180 ناقص 60 يا مستر اللي هي طالعه معايا بكام؟ طالعه معايا ب 120. اذا الاجابه 60 و 120 يا مستر. حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه. خش معايا كده يا مستر على اللي بعده. حبيب قلبي تعالى هنا كده. 5 جا سيتا بتساوي 12 جتا سيتا. مستر انا عايز داله مثلثيه في طرف لوحدها، اذا لازم طرف يبقى ارقام وطرف دوال. عشان اتخلص يا مستر من هذه الدوال هقسم على جتا للطرفين. اصبح معايا 5 جا س على جتا س بيساوي جتا على الجتا اللي هي طلعت ب 12. طب ما جا على الجتا بظا يا مستر، فبقى 5 ظا س او سيتا بتساوي 12. اذا يا مستر الظا س بتساوي المضروب يروح مقسوم 12 على 5 بالآلة شيفت تالت 12 على 5. شوف الزاوية بكام يا مستر وتروح تجيب الربعين وهكذا. حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة. تعالى يا مستر نجيب الزاوية نشوف طالعة معانا بكام. سمي الله كده. هقول شيفت تاني يا مستر 12 على 5. لقيت الزاوية طالعة معايا ب 67 درجة و22 دقيقة يا مستر. أهي حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة. تعالى نخش مع بعض على اللي بعده. مستر بكل هدوء بقول لك انا معايا 3 اس جا سيتا بتساوي 1. مستر هو اي حاجه اس كام بتساوي 1؟ اي حاجه اس صفر بتساوي 1. ده معناه ان الجا سيتا يا مستر بتساوي 0. طب يا مستر ما انا بروح بالاله اقول شيفت ساين 0 اشوف السيتا طالعه معايا بكام. لقيت السيتا طالعه معايا ب0. وقعنا في الفخ يا مستر. ما فيش في الاجابات 0. حبيب قلبي افتكر من دايره الوحده كنت بقول لك يا مستر والله دي 0 وادي 90 وادي 180 وادي 270. لما يطلع لي الجا او الجتا بالذات، جا او جتا مستر بالذات لو بيساوي 0، لما بطلع الزاويه مش ده الحل الوحيد. انا عارف ان اي داله مثلثيه ليها حلين. لما الجا سيتا تطلع ب0 فعملت شيفت ساين السيتا طلعت ب0، في سيتا كمان يا مستر اجيبها ازاي؟ انا باخد الصفر واللي قدامه الناحيه الثانيه، يعني ال0 حل وال180 حل، يبقى انا اجابتي با يا مستر. طب افرض كانت طلعت 90، باخد يا ال90 يا اللي قدامها ال270. يعني يا مستر لو عندي جتا بتساوي 0 رحت قلت شيفت ساين جتا سيتا بتساوي 0، شيفت ساين يا مستر 0 هيطلع لي السيتا ب90. طب الحل بتاعي 90 بس ولا 90 و270؟ 90 و270. حاجه صعبه. ويا مستر للفهم ليس الا اشمعنى في الحاله دي الوحيده في الصفر بس اللي بعمل الحركه دي. عشان يا مستر انت في الاول كنت بتعرف اشاره الداله، كنت بتروح تشوف الجا موجبه ولا سالبه. انما في الصفر يا مستر الصفر لا هو سالب ولا هو موجب، فلما بطلع زاويه لازم اخد اللي قصادها عشان اضمن الحلين يا مستر. طيب تعال ننتقل مع بعض يا مستر على حل المثلث القائم. حل المثلث القائم يا مستر كان بيتكرر ومفيش اي حاجه فيه جديده. الموضوع واللعبه كلها في ايه؟ سمي الله. انا كنت بروح اشوف حاجتين. انا مستر معايا قانونين لحل المثلث، يا معايا ضلعين يا معايا ضلع وزاويه. لو معايا ضلعين يا مستر بروح اجيب الثالث من فيثاغورس والموضوع انتهى. لو يا مستر انا عايز اروح معايا ضلع وزاويه، حاجه من الاثنين، يا ضلع يا الضلع يكون وتر فيبقى وتر وزاويه. افتكر معايا كده يا مستر في الوتر والزاويه كنت بعمل ايه؟ في الوتر والزاويه يا مستر انا معايا دلوقتي زاويه قياسها 30 والوتر اسمه 8. كنت بروح اقول لك الضلع المقابل للزاويه اسمه الوتر جا الزاويه يا مستر، والضلع المجاور اسمه الوتر جت الزاويه، والموضوع انتهى. مفيش اكتر من كده. طب يا مستر لما يبقى معايا زاويه وضلع من اضلاع القايمه بعمل ايه؟
بشوف الضلع اللي معايا والضلع اللي هو عايزه. هو عايز الضلع اللي اسمه الف ج مستر، يبقى ده اللي هو عايزه هسميه مثلا س. يبقى مستر الضلع اللي معايا بالنسبه للزاويه مقابل ولا مجاور؟ هتقول لي مقابل. واقول لك اللي هو عايزه مقابل ولا مجاور؟ تقول لي ده وتر. طب يا مستر ايه الداله المثلثيه اللي تجمع بين المقابل والوتر؟ تقول لي الجا يا مستر. فاقول لك خلاص يبقى جا 32 بيساوي المقابل اللي هو 7 على الوتر اللي هو س. طب يا مستر انا عايز السين، روح اعمل مقص بقى س في جا 32 بيساوي 7. طب عايز اجيب يا مستر السين، المضروب بيروح مقسوم بقى 7 على جا 32. شوف طالع معاك بالآلة كام. طب تعالى يا مستر نشوف اللي بعده. خلاص يا مستر كل حل المثلث نفس الموضوع مش هنطول فيه. هنا مستر بيقول لك انا عايز السين صاد. اجيب السين صاد ازاي؟ اشوفه بالنسبه للزاويه ده مقابل اللي انا عايزه، ومعايا الوتر هروح اقول بالجاه. الجاه 35 بتساوي اللي انا عايزه اللي هو اسمه س صاد على الوتر اللي اسمه 12. اذا س صاد بتساوي طرفين في وسطين 12 جا 35. مش هنتطرق لهذا الموضوع كتير، اهبل مما يكون. طب تعالى يا مستر نشتغل على مثلث زي ده. انا مستر عايز طول ب د. حبيب قلبي ب د ده يا مستر مش في مثلث قائم، ده مقسوم الى مثلثين قائمين. هروح اجيب الب ج من المثلث الاول والدال ج من المثلث الثاني واجمعهم على بعض. اجيب ازاي الب ج يا مستر؟ بالنسبه للزاويه دي ده المقابل، بالنسبه لدي ده المجاور. طب يا مستر اللي يجمع المقابل بالمجاور الجا ولا الجتا والظا؟ حبيب قلبي اللي يجمعهم يا مستر الاثنين ببعض الظا، فاصبح ظا 45 بتساوي الب ج على ال20. يعني الب ج بتساوي 20 ظا 45. العب هنا نفس اللعبه يا مستر. جا 20 بتساوي د ج على 25، يعني د ج بتساوي 25 ظا 20 يا مستر، دي الظا. فاصبح يا مستر لو عايز الب د كلها يبقى بتساوي الب ج اللي هي 20 ظا 45 زائد 20 يا مستر زائد 25 ظا 20. واحسب بالآلة شوف طالع معاك بكام. طب يا مستر تعالى ننتقل بعد كده الى زوايا الارتفاع والانخفاض. بكل هدوء يا مستر زوايا الارتفاع والانخفاض ارخم واتقل حاجه فيها واللي بيخليني اشتغل عليها هو الرسم. رسمت المثلث يا مستر هعرف احل لانها شبه المثلث القائم. فبكل هدوء يا مستر عشان اعرف احل هذا السؤال اعمل ايه؟ اقرا وارسم صح. بيقول لك من نقطه على سطح الارض، يبقى فتح كلام يا مستر انا واقف تحت مش واقف فوق. تبعد 40 متر عن قاعده برج يا مستر. البرج ده ادي ارتفاعه يا مستر. بقول لك انا بصيت من النقطه دي على اعلى نقطه فيه وجدت الزاويه 72 درجه يا مستر. عايز ارتفاع البرج. خلاص خلصت يا مستر. هو الزاويه دي بالنسبه لي ارتفاع البرج اللي انا عايزه مقابل ولا مجاور؟ مقابل. واللي هو مدوني مجاور. مقابل ومجاور يا مستر يجمعهم جا ولا جتا ولا ظا؟ الظا طبعا بتساوي مقابل على مجاور اللي هو ا ب على 40. طب انا عايز الالف ب يا مستر. اعمل مقص ا ب في 1 بأ ب 40 ظا 72. شوف طالع معاك بكام. يلا مستر كده خش معايا على اللي بعده. حبيب قلبي عايز مساحه القطاع الدائري الذي طول قوسه كذا وطول قطر دائرته كذا. يا مستر بكل هدوء احنا اتفقنا بقى دي حاجات خلاص عبيطه. مساحه القطاع بتساوي نص لام نق، يعني نص في 10 في ايه يا مستر؟ ده النق؟ لا ده طول قطر دائرته. ده 2 نق، يعني 2 نق ب 10، اذا النق ب5 يا مستر. يبقى مساحه القطاع نص في 10 اللي هي اللام في 5 اللي هي النق. بعد كده مستر مديك سيتا دائري ونص القطر، عوض مباشره نص سيتا دائري في نق تربيع والكلام ده ايه. خلينا نخش على اللي احنا عايزين نشتغل عليه يا مستر. هنا بيقول لي مساحه القطاع الدائري الذي قاس زاويته 120 وطول نصف قطر دائرته كذا. معايا النق يا مستر محتاج اجيب السيتا دائري، بس هنا مديهاني 60. بحول من 60 لدائري ازاي يا مستر؟ بضرب في باي واقسم على 180. اصبح معايا السيتا دائري يا مستر. اروح اقول نص سيتا دائري في نق تربيع في 3 تربيع. شوف طالعه بكام يا مستر. اذا كان محيط قطاع دائري يا مستر 8 وطول قوسه 2. مستر هو محيط القطاع الدائري بيساوي ايه حبيب قلبي؟ محيط القطاع بيساوي 2 نق زائد لام يا مستر. كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 8. وقال لك طول قوسه بيساوي 2 يا مستر. اذا طب ما انا كده يا مستر معايا 2 نق زائد 2 بيساوي 8. يعني 2 نق بيساوي اودي الاثنين الناحيه الثانيه بعكس الاشاره بيساوي 6. اذا النق بتساوي 3. كان عايز النق يا مستر طالعه بكام؟ طب تعالى نخش كده يا مستر على اللي بعده. بص هذا السؤال بيقول لك ايه. عندي يا مستر طول قوس القطاع الدائري الذي مساحته، انا عايز اللام بتاع القطاع الدائري اللي مساحته يا مستر 6 باي، وقياس زاويته المركزيه باي على 3، يعني السيتا دائري بيساوي باي على 3 يا مستر. طب بكل هدوء حبيب قلبي مش انت معاك المساحه اللي هي نص لام نق بتساوي 6 باي، ومعاك يا مستر السيتا دائري كمان بباي على 3. طب مستر
انا ليه اللي يوديني اجيب المساحه من هنا؟ ما انا اصلا معيش اللام. طب ما اروح اجيب المساحه من نص سيتا دائري نق تربيع بيساوي 6 باي. طب ما هو بقى نص في السيتا دائري يا مستر بباي على 3 في نق تربيع بيساوي 6 باي. طب ما الباي مع الباي اتبقى لي يا مستر 1 على 6 في نق تربيع بيساوي 6. هعمل مقص بقى، النق تربيع بيساوي 36، اذا النق بتساوي 6 يا مستر. كده انا معايا النق ب6 ومعايا السيتا دائري. عايز طول القوس، طول القوس بيساوي سيتا دائري في نق، يعني يا مستر باي على 3 في 6 طلع معايا 2 باي. بص يا مستر، هذا السؤال بقول لك قطاع دائري محيطه 4 نق، يعني 2 نق زائد لام بيساوي 4 نق، ونص قطر دائرته خلاص نق تمام. هو عايز قياس السيتا، عايز سيتا دائري يا مستر بكام؟ طب حبيب قلبي بكل هدوء ما تيجي نودي دي الناحيه التانيه بعكس الاشاره. اصبح اللام بيساوي 4 نق ناقص 2 نق، بقى اللام بيساوي 2 نق يا مستر. هو انا عايز ايه؟ انا عايز سيتا دائري حبيب قلبي بتساوي، ما السيتا دائري يا مستر من المثلث بتاع القطاع الدائري، ادي اللام ادي السيتا دائري ادي نق، يعني سيتا دائري لام على نق. طب ما اللام ب2 نق يا مستر، 2 نق على نق الاتنين ضيعت الاتنين يبقى الاتنين. طب بص على هذا السؤال وركز معايا قوي بقى يا مستر. بيقول لك ايه؟ انا مستر كان عندي قانون افتكروا معايا، بيقول لك ان مساحه الاول، مساحه القطاع الاول على مساحه القطاع الثاني بيساوي سيتا الاول على سيتا الثاني. فمدينا مستر هذه الرسمه وبيقول لي ان مساحه الاول على مساحه الثاني بتساوي 2 على 3. يعني يا مستر مساحه الاول على مساحه الثاني بتساوي سيتا الاول على سيتا الثاني. سيتا الاول بكام معرفش، سيتا الثاني بكام؟ بسيتا. طب يا مستر ما قال لي ان دي نص دايره، يعني ده كله ب 180. يعني طب انا عايز الحته دي 180، لو طرحت منها السيتا تديني الزاويه اللي انا عايزها. بقت الحته دي اسمها 180 ناقص سيتا يا مستر، طرفين في وسطين، بقت 2 سيتا بيساوي 3 في 180 540 ناقص 3 سيتا. ودي ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، 2 منه زائد 3 منه يديك 5 منه يا مستر بتساوي 540. اذا السيتا بتساوي 540 على 5 هتلاقيها ب 108 يا مستر. طب خش معايا على اللي بعده. عايز يا مستر اجيب هذا السؤال، ركز معايا عشان السؤال ده تقيل. مستر انا عايز مساحه الجزء المظلل. اتفقنا يا مستر ان مساحه الجزء المظلل ده مساحه انا ما اعرفهاش. اجيبها ازاي؟ هقول مساحه القطاع الدائري الخارجي ناقص القطاع الدائري الصغير يديني اللي انا عايزه. يبقى المساحه بتساوي مساحه اللي بره نص لام 1 في نق 1 ناقص نص لام 2 في نق 2 يا مستر. طب ما يلا معايا، نص في لام 1 بكام؟ ب9. نق 1 بكام؟ دي كلها نق 1 يا مستر، 2 و4 6 ناقص نص فيه لام 1 او لام 2 اللي هي الصغيره ده مستر مش معايا في نق 2 اللي هي 4. يبقى انا ناقصني بس اجيب لام 2، يبقى انا حليت. اجيبها ازاي يا مستر؟ ولا مش انت عارف ان اللام بتساوي سيتا دائري في نق؟ طب انا عايز اجيب بتاعه نق 2، يبقى سيتا دائري في نق 2. طب ما السيتا دائري مش معاك، ازاي بقى مش معاك؟ ده السيتا دائري بتاعه القطاع الصغير هي بتاعه القطاع الكبير. اروح اجيبها من القطاع الكبير لان سيتا دائري بتساوي لام على نق، ولام والنق في الكبير معروفين. يبقى لام 1 على نق 1، لام 1 اللي هي ب9 نق 1 اللي هي ب6. طلع معايا مستر 3 على 2. يبقى هنا في 3 على 2 يا مستر. عيش حياتك حبيب قلبي، شوف طالعه معاك بكام. احسب بقى مستر شوف هتطلع معايا بكام، وخش معايا يا معلم على اللي بعده. هو عايز مساحه الجزء المظلل، اطرح ده من ده شوف طالع معاك بكام. اعتقد هتطلع معاك ب15 يا مستر. طيب بص يا مستر بكل هدوء، لو تفتكر مساحات المثلثات من معايا يا مستر كان عندي 3 قوانين لمساحه المثلث: نص طول القاعده في الارتفاع، نص حاصل ضرب طول اي ضلعين في الزاويه المحصوره، او صيغه هيرون. صيغه هيرون يا مستر كانت بتساوي ايه؟ هقولها لك واحنا بنحل سؤالها. مستر مساحه المثلث انا معايا طول الضلع الاول وطول الضلع الثاني والزاويه اللي بينهم، يبقى نص فيه 7 في 8 في جا 50. طب يا مستر عندي مثلث متساوي الساقين، الساق منهم ب10، يعني دي 10 ودي 10، يبقى نص في الساق الاولى في الساق الثانيه في الزاويه اللي بينهم اللي هي جا 60. طب يا مستر عايز مساحه الشكل الرباعي اللي قطريه كذا ومساحته كذا. عايز يا مستر الزاويه بينهم. حبيب قلبي انت عارف ان مساحه الشكل الرباعي بتساوي نص حاصل ضرب طول القطرين في جا الزاويه اللي بينهم. طب ما المساحه كلها يا مستر بتساوي 30، ودي طول القطرين 1 10 و1 12 في جا سيتا اللي انا عايزها. اصبح مع مستر جا سيتا بتساوي 30 على نص في 10 في 12. طالعه معايا بالاله نص، ما شفت ساين نص الزاويه هتطلع بكام؟ ب30 يا مستر. زي الفل. طب يا مستر عايز مساحة الشكل السداسي المنتظم الذي طول ضلعه كذا. مستر مساحة أي شكل منتظم بتساوي ن على 4
س تربيع زتا باي على نون. نون عدد الاضلاع يا مستر، هنا شكل سداسي يعني الاضلاع ب6. طول الضلع ب4 يا مستر، ب4 تربيع في زتا، لازم اشيل الباي واحط 180 على النون اللي هي 6. شوف طالعه معايا بكام. اخر سؤال يا مستر، عايزين نجيب مساحة مثلث بصيغة هرن يا مستر. بيقول لك ايه حبيب قلبي؟ بص على هذا السؤال. هنسينا نحطه هنا يا شباب. سمي الله. لو انا عايز اجيب مساحة مثلث يا مستر بصيغة هرن، حبيب قلبي انا معايا يا مستر مثلث فيه 3 اضلاع، والله دي 3 سنتي، دي 5 سنتي، ودي يا مستر 4 سنتي. حبيب قلبي لو عايز اجيب مثلث، اجيب مساحة مثلث المعلوم فيه الاضلاع فقط، بشتغل بحاجة اسمها صيغة هيرون. المساحة بتساوي جذر ح في ح ناقص الضلع الاول في ح ناقص الضلع الثاني في ح ناقص الضلع الثالث. طب يا مستر بكل هدوء بقى، المساحة بتساوي جذر ح اللي هي ايه يا مستر؟ حيث ح نص المحيط. اجمع كده يا مستر، هات لي ح نص المحيط يعني مجموع الاضلاع على الاثنين. 3 زائد 4 زائد 5 طلع معايا يا مستر 6 سنتي. يبقى الح ب6 بقى 6 في ح اللي هي 6 ناقص الضلع الاول ب3 في 6 ناقص الضلع الاول اللي هو 4 في 6 ناقص الضلع الثاني اللي هو 5. شوف يا مستر دي طالعه معايا بكام. حبيب قلبي كده خلصنا الكام جزء اللي عايزين نضمنا في حساب مثلثات. سمي الله وصلي على النبي وتعالى نشوف الهندسه بتقول ايه. سمي الله كده وتعالى نبص على الهندسه يا مستر بتقول ايه. بيقول لك انا مستر معايا بدات من نقطه الف، ثم مشيت يا مستر شويه لحد نقطه ب، بعد كده انتقلت الى ايه، من الهي للجيم ومن الجيم الى الدال يا مستر. طب حبيب قلبي انت محتاج مني ايه؟ اقول لك يا مستر بكل هدوء انا عايز المسافه وعايز الازاحه. المسافة يا مستر هتجيبها ازاي؟ هتجمع كل المسافات اللي مشيها، ال9 زائد ال12 زائد ال8 زائد ال6 يا مستر. شوف طالعه معايا بكام؟ هتلاقيها طالعه معاك ب35. طب يا مستر انا عايز اجيب الازاحه، هجيب الازاحه ازاي؟ حبيب قلبي قلنا الازاحه انها اقصر خط مستقيم من نقطه البدايه لنقطه النهايه. يا مستر اروح اجيب كل ده ازاي؟ ده 9 وده 12 بالقلم فيثاغورس تجيب ده ب15، 6 و8 فيثاغورس تجيب ده 10. طب يا مستر انا عايز اجيب الازاحه يعني طول ده كله 15 و10 25 يا مستر. لو قلت 25 بس حبيب قلبي يبقى انت غلطت والدنيا انتهت منك. ليه يا مستر؟ لاني حبيب قلبي الازاحه كميه متجهه يلزم لها معيار واتجاه، فبقى 15 زائد 10 ب 25 يا مستر في اتجاه ا د يا مستر. يا مستر لا دي د الف ما تنفعنيش، 25 في اتجاه ا د يا مستر. طب خش معايا على اللي بعده. بص يا مستر افتكر معايا حاجه اسمها معيار المتجه. المتجه بيساوي 5 يا مستر وسالب 12. اجيب المعيار ازاي؟ اقول جذر الس تربيع زائد الص تربيع، هلاقيها طالعه معايا ب 13. طب تعالى كده يا مستر افتكر معايا جمع وطرح المتجهات كنت بحلها ازاي؟ مستر انا معايا ا زائد ب بيساوي كذا والف بتساوي كذا، محتاج معيار ب. طب يا مستر عشان اجيب المعيار لازم يبقى معايا المتجه. طب هات لي متجه ب الاول. عشان اجيب الب يا مستر هودي الالف الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، بقى 8 و16 ناقص الالف. طب ما الالف ب5 و12 يا مستر، يبقى بالنسبه لي 8 ناقص 5 3 16 ناقص 12 4. طب ده الب عايز اجيب معيار الب، جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع تطلع ب5 يا مستر. طب حبيبي قلبي تعالى كمل معايا كده هذا السؤال المحترم. بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا مستر همسك الاثنين دي، هو مديك المعادله دي وعايز الس زائد الصاد، فانا هفك المعادله واجيب اللي انا عايزه. 2 في 3 ب6 يا مستر، 2 في ص ب2 ص زائد 3 في س ب3 س يا مستر، و3 في سالب 2 بسالب 6. كل ده بيساوي 3 و2. يلا يا مستر جمع 6 زائد 3 س و2 ص ناقص 6 دي س يا مستر مش ص. كل ده مستر بيساوي 3 و2. يلا يا مستر اساوي الاول بالاول والتاني بالتاني، يساوي الس بالسين والصاد بالصاد. اذا 6 زائد 3 س بيساوي 3، 2 ص ناقص 6 بيساوي 2. يبقى من هنا مستر 3 س بتساوي سالب 3 يعني الس بتساوي سالب 1، ومن هنا 2 ص بيساوي 8. اذا انا مستر من هنا الص بتساوي 4. عايز س زائد ص سالب 1 زائد 4 طلع معايا ب3 مستر. تعالى كده نبص على اللي بعده. بص معايا كده يا مستر على هذا السؤال. حبيب قلبي خلي بالك اتفقنا مع بعض ان انا لما يكون عندي رقم جوه المعيار وعايز اطلعه سواء هو سالب او موجب بيطلع بالموجب يا مستر. يعني ال3 دي تطلع بره المعيار بالموجب، بقى 3 بالموجب يا مستر. طب الكاف، ما الكاف ده ثابت يعني رقم يا مستر اطلعه بره بالموجب؟ لا، لو كان جوه المعيار يا مستر رقم قيمه مجهوله ثابت مجهول انا عايز اجيبه بطلعه داخل مقياس. يبقى ال3 طلعت ب3
الكاف طلع مقياس كاف يا مستر، معيار أ ينزل زي ما هو بيساوي سالب 15 يا مستر، تطلع بره ب 15. ومعيار أ زي ما هو، معيار أ ضيع معيار أ، يبقى لي 3 مقياس كاف يا مستر بيساوي 15. إذا مقياس كاف بتساوي 15 على 3 اللي هي الخمسة. طب يا مستر مقياس كاف، هو أنا عايز مقياس كاف ولا عايز الكاف؟ عايز الكاف. عشان أشيل المقياس يا مستر بحط موجب أو سالب. الكلام ده في حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة؟ تعال نبص على واحدة كمان. بص على ده يا مستر، بيقول لك معيار سالب 8 أ بيساوي 5 معيار كاف أ. طب يا مستر هعمل ايه؟ حبيب قلبي اتفقنا اي رقم يطلع بالموجب بقى 8 معيار أ بيساوي 5 في معيار كاف يا مستر. الكاف تخرج بقياس كاف ومعيار أ زي ما هو. المعيار ضيع المعيار، اذا يا مستر 8 بتساوي 5 مقياس كاف. اذا يا مستر مقياس كاف بيساوي 8 على 5. حبيب قلبي عايز اشيل المقياس احط موجب او سالب، بقى موجب او سالب 8 على 5. بص معاه مستر على اللي بعضه، دي هي خلاص نفس الكلام بقى. بص على هذا السؤال يا مستر، جابها لي هي بس شكلها مختلف. الكاف جوه المعيار تطلع بره بمقياس، اتبقى لي معيار 3 و4. يعني ايه يا مستر معيار المتجه 3 و4؟ يعني اروح اقول جذر السين تربيع زائد الصاد تربيع، اصبح معايا مقياس كاف يا مستر في 5 بيساوي 1. اذا يا مستر من هنا مقياس كاف بيساوي 1 على 5، يعني الكاف بس بتساوي موجب او سالب 1 على 5. مستر افتكر يا مستر انا كان معايا المتجهات ليها 3 صور. صوره احداثيه اللي هو مستر ممكن اقول لك الف متجه بتساوي 2 و3. اروح ممكن اجيبها مستر الصوره بدلاله متجهي الوحده الاساسيين، يعني اقول 2 س متجه زائد 3 ص متجهه مستر. وكان في حاجه اسمها الصوره القطبيه، كنت بقول لك يا مستر عشان اجيب الصوره القطبيه فلنفترض عندي متجه اسمه ا بيساوي 1 وجذر 3 يا مستر. ازاي اجيب الصوره القطبيه؟ انا يا مستر عشان اجيب الصوره القطبيه بحتاج حاجتين، معيار يا مستر وزاويه. اروح اجيب المعيار ازاي؟ بيساوي جذر السين تربيع زائد الصاد تربيع يا مستر، طالع معايا ب2. طب عايز اجيب الزاويه بجيبها ازاي؟ اقول ظا الزاويه بتساوي الصاد على السين. من هنا يا مستر روح احسب السيتا شوف طالعه معاك بكام، هتلاقيها طالعه ب 60 درجه يا مستر. يبقى الف يا مستر الصوره القطبيه كده بتساوي 62 درجه يا مستر. طب خش معايا كده يا مستر على اللي بعده، شوف الدنيا بتقول ايه. مستر هنا بكل هدوء عايزك تفتكر معايا لما كان بيجي يقول لي عندي مستقيمين متوازيين بيقول لي يبقى الاول على الاول بيساوي الثاني على الثاني. يعني ايه يا مستر؟ اول ما يقول لي التوازي، شرط التوازي كان ايه؟ تقول السين على السين بتساوي الصاد على الصاد. السين على السين بتساوي يا مستر الصاد على الصاد. طب لو قلت الف عمودي على ب يبقى بيساوي يا مستر س في س زائد صاد في صاد بتساوي صفر. يلا يا مستر سمي الله المتجه الاول اسمه 2 وسالب 3 والثاني اسمه 3 و1 ناقص س. قال لك متوازيين يعني س في الاحداث الاول على س في الايه؟ في النقطه الثانيه بيساوي صاد في الاول على صاد في الثانيه يا مستر. طب ما س هنا بكام؟ س هنا يا مستر ب2. انا قلت يا مستر السين على السين بتساوي الصاد على الصاد. السين على السين يعني 2 على 3، الصاد على الصاد سالب 3 على 1 ناقص س. هعمل مقص يا مستر ده في ده بيساوي ده في ده. اذا 2 في 1 ناقص س بتساوي سالب 9. 2 في 1 ب2 يا مستر، 2 في سالب س بسالب 2 س، كل ده بيساوي سالب 9. ودي يا مستر الاثنين الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، اصبح معايا سالب 2 س بتساوي سالب 9 ناقص 2 اللي هي سالب 11. السين بتساوي سالب 11 على السالب 2، السالب مع السالب السين بتساوي 11 على 2. طب بص معايا كده يا مستر اللي بعده. حبيب قلبي ركز في هذا السؤال قوي، ده جمع لك بين الاثنين. قال لك انا معايا الف وب وج دول 3 متجهات، الف يوازي ب والف عمودي على ج. ادام الف يوازي ب يا مستر يبقى السين على السين انا هاخد التوازي الاول. السين على السين بتساوي الصاد على الصاد، الالف والايه؟ الالف والب. س على السين يعني سالب 2 على الكاف، الصاد على الصاد 1 على 3. من هنا هات لي الكاف يا مستر، 1 في كاف في كاف، سالب 2 في سالب 3 بايه؟ سالب 2 في 3 بسالب 6. طب يلا مستر قال لك الف عمودي على الجيم يعني س في س زائد ص في ص بيساوي صفر يا مستر. السين الاولى بكام؟ خلي بالك انا مع الالف والجيم سالب 2 في سالب م بسالب 2 م زائد 1 في سالب 4 بسالب 4 يا مستر، كل ده بيساوي صفر. ودي السالب 4 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره بقت موجب 4، يعني الميم بتساوي 4 على السالب 2 اللي هي سالب 2 يا مستر. من هنا هو عايز الكاف على الميم يعني سالب 6 على سالب 2، السالب مع السالب ادتني 3 يا مستر. خش معايا على اللي بعده. مستر بكل هدوء مديك الف ومديك ب وعايز معيار الف ب، اروح اجيب الف ب متجه الاول يا مستر. حضرتك فاكر كنت بتجيب الف ب متجه ازاي؟ بيساوي ب ناقص الف. طب ما يلا بينا.
2 ناقص سالب 1 ب3، 2 ناقص سالب 1، و1 ناقص 5 بسالب 4. عايز اجيب المعيار، ده تربيع زائد ده تربيع تديك 5، وهكذا يا مستر. ركز بقى في اللي بعده، انا مديك الالف ومديك الالف ب، وطالب منك الب. هجيبها ازاي؟ تقول لي ان الالف ب بتساوي ب ناقص الف. طب ما ب ناقص الف دي اللي هي الف ب اللي هي 3 و5. طب يا مستر ما هو الب، استنى حبيب قلبي معلش، ده يا مستر اللي هو بيساوي 3 و5. طب مستر يلا نعوض، هي الب بكام؟ دي الب اللي انا عايزها، ناقص الالف اللي هي بكام؟ 4 وسالب 2، كل ده بيساوي 3 و5. طب يا مستر يلا روح هات لي الب، هودي ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يصبح الب بتساوي 3 زائد 4 7، 5 زائد سالب 2 ب3 يا مستر، فالب طلعت ب 7 و3. طب تعالى نشوف مع بعض اللي بعده يا مستر. خلاص حبيب قلبي، هنا الدنيا سهله بقى، معاك الالف ومعاك الب. بقول لك عايز ب الف اللي هو الف ناقص ب، وظبط الدنيا معايا. ركز بقى يا مستر هنا في السؤالين دول. حبيب قلبي عايزك تكون فاكر، افتكر معايا من جمع المتجهات، ان انا مستر لو عندي الف ب متجه زائد ب ج متجه، بقول الب بتطير الب فبيديني الف ج متجه. طب ده كلام جميل، انا مديك الف ب ومديك ب ج، عايز تجيب معيار الف ج، تعمل ايه؟ تقول لي يا مستر انا عشان اجيب الالف ج هروح اجمع الاول الالف ب زائد الب ج. اقول لك ماشي الكلام، يعني 3 و3 زائد يا مستر ده مديني صاد بس، يعني دي كام وكام؟ ولا هو في س؟ لا، يبقى احداث السين بصفر. طب اللي قدام الصاد كام؟ 1. اجمع يا مستر 3 و0 3، 3 و1 4. عايز اجيب المعيار، معيار الكلام ده ب5، جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع. طب بص يا مستر معايا اللي بعده كده، هنا لعب معايا شويه. انا مديك الف ب ومديك ج ب، وطالب منك الف ج يا مستر. طب ما هي لازم تكون ب ج، عشان يا مستر الف ب زائد ب ج، الب تطير الب، دي ج ب. اجيب ب ج ازاي يا مستر؟ همسك يا مستر الج ب دي، لو عايز اقلبها اخليها ب ج، بضرب في سالب المتجه. يعني انا مستر اغير براحتي، بس اضرب ايه؟ في سالب، بقى سالب في سالب 3 ب3، سالب في 5 بسالب 5 يا مستر. عايز اجيب الالف ج، اهي كده بقت سهل. هجمع الالف ب على الب ج عشان الب تطير الب، بقى 2 زائد 3 5 يا مستر، 3 زائد سالب 5 سالب 2. حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة؟ طب بص هنا يا مستر، أنا لو حبيت أهزر معاك وأجيب لك سؤال زي ده، أ ب زائد ب ج زائد ج أ، أعمل إيه يا مستر؟ تعالى أجمع كده أول اتنين مع بعض، الب هطير الب هيبقى لي أ ج يا مستر زائد ج أ. أنت لو واد لماح حبيب قلبي هتعرف إن الأ ج هتطير الج أ. طب يا مستر لو أنا حمار ما بفهمهاش، يبقى أ ج يا مستر زائد، ركز معايا، أنا عايز أخلي دي شبه دي، بدل ما هي ج أ هروح أخليها سالب أ ج، هضرب في سالب وأغير، بقى يا مستر سالب أ ج. طب ما كده موجب منه سالب بيرضو اداك مفيش منه. طب يا مستر اللي بعده، أ ب زائد ب ج اداني أ ج يا مستر. طب ما كده أ ج زائد أ ج يا مستر، واحد منه زائد واحد منه اداني 2 منه. حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة؟ سامبل يا مستر كده بيقول لك ق 1 بتساوي س ناقص 3 ص، وق 2 بتساوي 3 س ناقص ص. يا مستر ده مديني ق متجه. اتفقنا يا مستر لو أنا عايز أجيب المحصلة ومعايا القوة متجهة من غير ما أقول يا مستر في نفس الاتجاه هجمع وعكس الاتجاه هطرح، لا يا مستر، الموضوع ما فيه إن هي القوة متجهة يا مستر، المحصلة دايما مجموع القوة، بقى ق 1 زائد ق 2 يا مستر. طب يلا بينا، 1 و3 4، سالب 3 وسالب 1 سالب 4. طب يا مستر بعد اذنك انا كده معايا المحصله متجهه، وهو عايز المعيار جذر ده تربيع زائد ده تربيع تلاقيها طالعه معاك. مستر فاكر السرعه النسبيه ولا معايا سرعه ا وسرعه ب، وعايز ع ب ا، اتفقنا ان ع ب ا بتساوي ع ب ناقص ع ا. اطرح يا مستر 8 ناقص 12 سالب 4. اللي بعده كذلك، يعني ا ب يبقى ا ناقص ب، وهكذا يا مستر. بص على السؤال الاخير بيقول لك عين ا ب بتساوي 75. طب ما عين ا ب بتساوي عين ا ناقص عين ب، يبقى 75 بتساوي عين ا اللي هي سالب 60 ناقص عين ب يا مستر اللي هي انا عايزها. طب ما تودي السالب 60 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يصبح معاك سالب عين ب بتساوي 135. طب ما انا عايز عين ب بس، اضرب في سالب للطرفين تطلع بسالب 135. طب اللي بعده يا مستر، سمي الله حبيب قلبي. بص هذا السؤال بيقول لك يا مستر، بيقول لك خلي بالك مجموعه القوى دي متزنه يا مستر. يعني ايه متزنه؟ اتفقنا ان القوه متزنه معناها ان المحصله صفر وصفر. يلا نجيب المحصله ونساويها بصفر وصفر. 7 زائد ا زائد سالب 4 يا مستر اسمها ا زائد 3. سالب 2 و3 موجب 1 زائد ب، يعني 1 زائد ب. اقسم الصفحه نصنا يا مستر، قولي احداث السيني بيساوي السيني، يعني ا زائد 3 بيساوي صفر، يعني ا بتساوي سالب 3.
بعد كده ب زائد 1 يا مستر بتساوي 0، معناها ان الب بتساوي -1. حاجة صعبة ولا اي حاجة صعبة يا مستر خلي بالك من نقطة التقسيم يا مستر، كنت قايل لك قانونين اوعى تنساهم لما يطلب منك نقطة التنصيف ولما يطلب نقطة تلاقي المتوسطات يا مستر. التنصيف بجمع السينات واقسمها على الاتنين، 3 زائد -7 على الاتنين يا مستر. وما تنساش يا مستر الصادات على الاتنين، يعني طلع كام؟ طلع -2 و5 يا مستر. حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة. طب لو كان طلب نقطة تلاقي المتوسطات يا مستر كنت هجمع السينات وأقسمها على 3 والصادات وأقسمها على 3. طب يا مستر تعالى نحل مع بعض كده. بيقول لك مثلا أنا معايا أ وب، فإن نقطة ج التي تقسم أ ب بنسبة 3/2. افتكر معايا نسبة التقسيم يا مستر، هروح أقول لام 2 على لام 1 بتساوي 3 على 2، واديني معايا مستر ر 1 ومعايا ر 2. اروح اعوض في القانون. مستر ده التقسيم منين؟ من الخارج، يعني القانون سالب ولا موجب؟ القانون سالب. لام 1 ر 1 ناقص لام 2 ر 2 على لام 1 زائد لام 2 يا مستر. طب يلا بينا، لام 1 بكام؟ ب2 ر 1 2 و5 زائد يا مستر ولا ناقص؟ ده ناقص يا مستر عشان القانون من الخارج، يبقى ناقص يا مستر لام 2 اللي هي 3 في ر 2 اللي هي 7 وسالب 1 على 2 ناقص 3 يا مستر. يلا بينا، 2 في 2 ب4، 2 في 5 ب10، 3 في 7 ب21 يا مستر، 3 في -1 بسالب 3، كل ده على -1. جمع يا مستر يلا بينا، بقى 4 ناقص 21 يا مستر. شوف طلع معايا بكام؟ هتطلع معايا يا مستر 17 سالب 17 و 10 ناقص -3 يا مستر طلع معايا ب13. كل ده على -1، سالب 17 على -1 ب17 و13 على -1 بسالب 13 يا مستر. شوف انهي واحده معاك في الاختيارات د. طب بص معايا كده يا مستر على اللي بعده. مستر خلي بالك قوي من دي، قلناها مستر في الحصص وفي الشرح، وقلناها في المراجعات، وقلناها في ليله الامتحان. او ما يقول لك تقع في ثلث المسافه، تقول يبقى لام 2 على لام 1 بتساوي نص. لو قال ربع 1 على 3 خمس 1 على 4 دايما بقلل 1 يا مستر. اهو ربع المسافه تبقى 1 على 3 يا مستر دخلنا على المستقيم، وقلت لك حبيب قلبي اكتر حاجه تركز فيها في معادله المستقيم ومعادله العمودي. حبيب قلبي انا الميل بجيبه بكام طريقه؟ بجيبه ب6 طرق: فرق الصادات على فرق السينات، ظا الزاويه، سالب معامل س على معامل ص، ولو معايا متجه الاتجاه اللي هو ايه. يبقى مستر الميل بيساوي الصاد على السين، الميل بتساوي الصاد على السين. لو يا مستر المستقيم بتاعي يوازي السينات، اذا الميل بصفر يوازي الصادات من غير معرف، يعني 1 على الصفر. لو عايز اكون الصوره المتجهه يا مستر بعمل ايه؟ بحتاج نقطه ومتجه اتجاه، نقطه ومتجه اتجاه. اما يا مستر لو عايز اجيب الصوره العامه بحتاج نقطه وميل. الصوره المتجهه كان شكلها عامل ازاي يا مستر؟ بقول ر بيساوي ا اللي هي النقطه زائد كف ايه اللي هو المتجه. طب يا مستر الصوره العامه كونها ازاي؟ كنت بقول ص ناقص ص واحد اللي هو احداث الصاد في النقطه على س ناقص س واحد بيساوي الميل، والميل بجيبه باي طريقه من الست. طب يا مستر ده كلام جميل، افتكر لو كان اداني ليه بجيب منها ازاي الميل؟ كنت بقول الصاد على السين. طب لو مديني الميل ازاي اجيب المتجه؟ بقول اللي فوق هي الصاد واللي تحت هي السين. تعالى يا مستر بقى نحل الكام سؤال دول مع بعض. سمي الله كده حبيب قلبي. وما تنساش يا مستر برضو ان كان عندنا حته مهمه جدا 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 في معادله المستقيم، اللي هو معادله المستقيم بالاجزاء المقطوعه. كنت بقول يا مستر والله بقول س على الجزء المقطوع من س زائد ص على الجزء المقطوع من ص بيساوي 1. اذا اللي تحت ده الجزء المقطوع من س وده الجزء المقطوع من ص. وما تنساش يا مستر ان اللي كان بيطلب مني المساحه بمعلوميه الاجزاء المقطوعه من المحاور والمستقيم، كنت بقول اذا مساحه المثلث بتساوي نص في الجزء المقطوع من س في الجزء المقطوع بالصاد، وحطهم داخل المقياس عشان تبقى بالموجب. ركز عشان السؤال ده تقيل وقلنا متوقع يا مستر. طب بص مثلا يا مستر مثال على هذا السؤال يجي يجيبه لي اللافف ازاي. بص بهذا الشكل، يقول لك مثلا يا مستر معاك 6 س ناقص 8 ص بيساوي 48. بكل هدوء يا مستر انا بقول لك عايز مساحه المثلث. السؤال كان بيقول لك عايز مساحه المثلث المحدد ب الجزء المقطوع من محور السينات والجزء المقطوع من الصادات والمستقيم، ومديك المعادله دي. مستر ما لازم اروح اجيب الاجزاء المقطوعه. هقسم الكلام ده كله على 48 عشان الاساس في صوره الاجزاء المقطوعه ان يكون س على ا زائد ص على ب بيساوي 1. لازم دي تبقى 1 يا مستر، فهقسم كله على 48. بقى 6 س على 48 ناقص 8 ص على 48 بيساوي 1. يلا يا مستر 6 س على 48 ادتني س على 8
8 على 48 تديني ص على 6، كل ده بيساوي 1. مساحة المثلث بتساوي نص في الجزء المقطوع من س اللي هو 8، في الجزء المقطوع من ص اللي هو 6، طلع معايا ب 24 يا مستر. الكلام ده فيه حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة؟ طب تعالى مستر بقى نحل السؤال اللي احنا من الصبح عايزين نحله واقفين عنده وعمالين نكتب عليه بكل هدوء يا مستر. بقول لك المستقيم اللي معادلته العامه كذا، انا عايز الميل. مستر مش اتفقنا ان الميل بيساوي سالب معامل س على معامل ص؟ يعني سالب 4 على معامل الصاد اللي هو 3، فطلع سالب 4 على 3. طب افرض طلب مني ميل العمودي. مستر ده ميل الموازي، اجيب ميل العمودي ازاي؟ اروح يا مستر اقلب، بدل ما هي 3 على 4 على 3 خليها 3 على 4. مش هي كانت بالسالب؟ روح خليها بالموجب، يعني بعكس بقلب واغير الاشاره. طب اللي بعده يا مستر بكل هدوء يا مستر بيقول لي ايه؟ بيقول لك اذا كان ميل المستقيم ده بيساوي 2، ما هو الميل يا مستر بيساوي سالب معامل س، يعني سالب 3 أ زائد 1 على معامل ص اللي هو سالب 2. السالب ضيع السالب، كل ده بيساوي 2، طرفين في وسطين، اصبح 3 أ زائد 1 بيساوي 4 مستر. ودي ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، بقى 3 أ بيساوي 4 ناقص 1 اللي هي 3. اذا الالف يا مستر 3 على 3 اللي هي 1. طب بص معايا على اللي بعده. مستر ركز عشان السؤال ده تقيل قوي. سمي الله سمي الله كده يا مستر. بقول لك اذا كانت النقط 1 و8 و3 وص 9 وسالب 4 على استقامه واحده، يعني ايه يا مستر على استقامه واحده؟ يعني كلهم على نفس المستقيم. يعني لو رحت جبت الميل بدلاله اي نقطتين منهم يا مستر وقلت فرق الصادات على فرق السينات، الثلاثه هيطلعوا يا مستر نفس الميل. طب يلا يا مستر اروح اجيب ميل اول مره ما بين اول نقطتين، هقول ص ناقص 8 على 3 ناقص 1. بعد كده بين الاولى والثالثه يا مستر عشان الاثنين معلومين يبقى معايا مجهول واحد اسمه الصاد، سالب 4 ناقص 8 على 9 ناقص 1. بقى صاد ناقص 8 على الاثنين يا مستر بتساوي سالب 12 على 8. اذا صاد ناقص 8 على الاثنين يا مستر بتساوي سالب 3 على الاثنين يا مستر، طرفين في وسطين 2 صاد ناقص 16 بيساوي سالب 6. اذا 2 صاد يا مستر اودي سالب 16 الناحيه الثانيه طلع ب 10، اذا الصاد بتساوي 5 يا مستر. طب تعالى كده نشوف مع بعض اللي بعده. مستر بقول لك اذا توازى مستقيمين. مستر خلي بالك لما يديني الصاد س ورقم يبقى مستر اللي قدام السين ده اسمه الميل. اتفقنا ان في صيغه اسمها م س زائد ج يا مستر من الصوره العامه للمستقيم، اذا ده اسمه الميل، واللي جنبها ده اسمه الجزء المقطوع من محور صاد. بقول لك لو الاثنين دول اتوازوا يبقى الالف بكام؟ يعني بقول لك الميل بكام؟ فرق الصادات على فرق السينات 2 ناقص 0 على 0 ناقص 3، طلع معايا مستر سالب 2 على 3. طب شوف اللي بعده. مستر خلي بالك من السؤال ده بيقول لك انا عايز ميل المستقيم الزاويه اللي جبت تمامها 4 على 5. طب هو الميل الجتا ولا الزاده؟ بيقول لك الجتا ب 4 على 5. طب ما اروح اعمل مثلث يا مستر، ادي المثلث ادي الزاويه، الجتا المجاور على وتر، اجيب ده من فيثاغورس ب3 يبقى الظاهر مستر بتساوي مقابل على المجاور 3 على 4. يلا يا مستر عاوز اروح اجيب معادله المستقيم، هنجيب واحده متجهه وواحده يا مستر عامه. هنا بيقول لك انا عايز المعادله العامه معادله المستقيم ويديك الصوره العامه. اعمل ايه يا مستر؟ تقول لي خلي بالك عشان اجيب معادله مستقيم بحتاج حاجتين يا مستر، نقطه وميل. النقطه ربنا كرمني ومعايا 2، اجيب الميل ازاي يا مستر؟ فرق الصادات على فرق السينات، 3 ناقص 0 على 0 ناقص 4 طلعوا معايا سالب 3 على 4. طب يلا يا مستر صاد ناقص صاد 1 على س ناقص س 1 بيساوي الميل اللي هو سالب 3 على 4. يلا مستر طرفين في وسطين اصبح 4 ص بتساوي سالب 3 س زائد 12، وادي ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، 4 ص زائد 3 س بتساوي 12 يا مستر. خش معايا على اللي بعد. مستر عايز معادله المستقيم المار بالنقطه دي ويوازي السينات. يوازي السينات من طرق الميل، الميل بيساوي 0. بقى ص ناقص ص 1 على س ناقص س 1 كل ده بيساوي 0، طرفين في وسطين ص زائد 3 بتساوي 0، اذا الصاد بتساوي سالب 3 يا مستر. طب خش معايا على اللي بعده. مستر انا عايز المعادله المتجهه للمستقيم اللي يمر بالنقطه دي ومتجه اتجاه كذا. طب مستر افرض كان جاب لي الميل وهو عايز المتجه، بيقول لي الميل بيساوي 5 على 2، اعمل ايه يا مستر؟ قال لك الميل بتساوي 5 على 2، كنت تروح من دي تقول له اذا اللي بتساوي اللي فوق صاد واللي تحت س، يبقى اللي بتساوي 2 و5. يلا يا مستر ر بتساوي ايه؟ النقطه اللي هي سالب 4 و3 زائد يا مستر كاف في المتجه اللي هو 2 و5. طب خش معاه يا مستر كده على اللي بعده. الحمد لله غطينا كده يا مستر كل معادله المستقيم. خلي بالك السؤال اللي انا اكدت لك عليه اهو، مساحه المثلث المحدب بمحور السينات، تاني مره اقولها
ومحور السادات والمستقيم، يعني عايز الاجزاء المقطوعه عشان يبقى ده على صوره الاجزاء المقطوعه يا مستر. اروح اقسم المعادله كلها على الستة عشان يبقى ده واحد تبقى على الصوره. بقى س على التلاتة زائد ص على الاتنين بيساوي واحد. اذا المساحه بتساوي يا مستر نص في الجزء من س في الجزء من ص. نص في 3 في 2 طلع معايا ب3 يا مستر. طب حبيب قلبي تعالى كده نخش مع بعض على اخر حاجه. بص هذا السؤال بقول لك يا مستر انا عايز المعادله الصوره العامه، بحتاج نقطه وميل. النقطه الحمد لله معايا. طب الميل يا مستر خلي بالك الميل بيساوي ذا الزاويه. تقول لي بس ذا 150، اقول لك ولا ذا الزاويه ما بين محور س موجب ومحور المستقيم، يعني انا عايز دي ب 150 يبقى 180 ناقص 150 طالعه ب30. بقى معاك النقطه ومعاك الميل، روح اعمل اللي انت عايزه. طب تعالى هنا يا مستر بص بقى وركز عشان السؤال ده تقيل قوي 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 قوي. هحله ازاي يا مستر؟ بص انا عايز معادله المستقيم اللي اسمه لام. يا مستر ده انا معايا نقطتين، يلا جري هات الميل. فرق الصادات على فرق السينات يا مستر طلع معايا صفر على -6 يعني بتساوي صفر. ايه ده يا مستر ده الميل بصفر؟ ولا انت جبت الميل الواصل بين النقطتين دول، يعني انت جبت ميل المستقيم ده وانت عايز ده. انت جبت ميل المماس ولا ميل العمودي؟ ده ميل العمودي هو اللي بصفر. يبقى ميل المماس يا مستر ميل المماس بيساوي 1 على 0. 1 على 0 يعني يوازي الصادات، يعني معادلته س بتساوي 0 يا مستر. طب بص معايا على اللي بعده بالمثل ونفس الفكره يا مستر. انا عايز اروح اجيب المعادله، اعمل ايه مستر؟ اروح اجيب يا مستر الميل فرق الصادات على فرق السينات اهو. بقى 13 ناقص 8 على 10 ناقص 5 يا مستر طالعه معايا كام؟ طالعه معايا 5 هتلاقيه 5 على 3 يا مستر. حبيبي قلبي ده ميل المماس ولا ميل العمودي؟ تقول لي ده ميل العمودي لان انا جبت ميل المستقيم اللي واصل بين النقطتين. يبقى مستر ميل المماس بيساوي ايه؟ ميل المماس اللي انا عايزه او ميل الموازي بيساوي -3 على 5. تقول لي يا مستر معلش بقى يلا نكمل. انا عايز ص ناقص ص 1 على س ناقص س 1 بيساوي الميل. اخد انهي نقطه منهم؟ اي نقطه؟ ولا دي بس اللي تنفع، لان النقطه دي لازم تكون مره بالمستقيم. الوحيده اللي واقعه على المستقيم هي النقطه 10 و13 وطرفين في وسطين. وكمل مسألتك يا مستر. طب حبيبي قلبي اخر حاجه معانا وسؤال كمان بتاع طول العمود وخلاص. بقول لك عايز قياس الزاويه بين المستقيمين اللذين منهم كذا وكذا. اتفقنا ان كنا بنقول ان الزاويه بتساوي مقياس ميل الاول اللي هو 2 ناقص ميل الثاني اللي هو نص على 1 زائد ميل الاول في ميل الثاني. اقول شيفت تاني الرقم اللي هنا شوف الزاويه طالعه معاك بكام. دي الحد لو عايز المفارجه اقول 180 ناقص الزاويه اللي انا جبتها. طبعا مستر لو عايز مني طالب منا مستر طول العمود الساقط مثلا. طول العمود الساقط من النقطه دي يا مستر على المستقيم، يبقى طول العمود بيساوي مقياس على جذر. جوه المقياس احط المعادله اللي هو 4 س زائد 3 ص ناقص 5 على جذر السين تربيع يا مستر زائد معامل الصاد تربيع. واشيل السين واحط قيمتها يبقى 4 في 3. اشيل الصاد واحط قيمتها يعني 3 في 1. احسب ده يا مستر شوفها طالعه معاك بكام. حاجه صعبه. تعالى نحسب كده يا مستر. تطلع معايا 4 في 3 ب 12 زائد 3 يا مستر طالعه 15. 15 ناقص 5 طلع 10 يا مستر. 10 على 5 يعني طول المستقيم طالع معايا ب2. حبيب قلبي كده الحمد لله لمينا اهم النقطه اللي عايزين نتكلم فيها. ما تنساش تسمي الله وتصلي على النبي قبل ما تبدا اي حاجه. لو هتحتاج اي حاجه ابعت لنا. سلام.